اهلا بيكم، معاكم شادي حبشي في تاريخ وجغرافيا. هنتكلم عن الكوره جوه الملعب وبره الملعب، هنتكلم عن الكوره بشكل مختلف خالص. يلا بينا. قصة كرة القدم مع المصريين محدش عارف بالظبط هي بدأت امتى. سنة 2004 الكاتب بيير لانفرانكي كتب كتاب اسمه 100 Years of Football. الكتاب ده اتعمل مع مئوية الفيفا. قال فيه ان الكورة انتشرت في مصر مع القدماء المصريين اللي كانوا بيلعبوا كورة معمولة من جلد ماعز، وكانوا الستات والرجالة بيبصوها لبعض. لكن المؤكد واللي ما فيهوش اي فصال ان الكورة انتشرت في مصر مع دخول الانجليز سنة 1882، وكانوا المصريين بيشوفوا الجنود الانجليز بيلعبوها ولذلك اتأثروا جدا باللعبة دي. المصريين كرهوا كل حاجة من الاحتلال لكن حبوا بس كرة القدم اللي دخلوها الانجليز لمصر. مصر اتولدت كبيرة جدا في الكورة ودولة عريقة، واول نادي في مصر كان سنة 1903 نادي السكة الحديد، بعدين نادي الاولمبي السكندري 1905، بعدين نادي الاهلي المصري 1907، وبعدين نادي قصر النيل 1911 اللي هو لاحقا بقى نادي الزمالك. وعشان اكد لك ان مصر اتولدت كبيرة، سنة 1920 مصر هتشارك في اولمبياد بلجيكا اللي هي انتورب مع لعيب كبير جدا في مصر كان اسمه حسين حجازي، بيقال عليه ابو الكرة المصرية. حسين حجازي كان لعيب ظاهرة مع لاعب ومدرب في نفس الوقت اسمه توفيق عبد الله، كان لاعب في نادي الزمالك، وزكي عثمان مهاجم النادي الاهلي. حسين حجازي كان قائد الفريق في الوقت ده، وعايز اقول لك ان ده اول افريقي في التاريخ يلعب في الدوري الانجليزي. لعب في نادي دولويتش هاملت ولعب في نادي فولهام، لعب بعد كده في الاهلي وفي الزمالك وفي السكه الحديد، وكان كل فرقه بيروحها بيجيب بيها بطولات. ولذلك في الوقت ده كان اي مره حسين حجازي بيروح يجيب فيها بطوله كانوا بيسموه فريق حجازي. شاركت مصر في اولمبياد 1920 وخرجت سنة 1921 تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم كأول اتحاد أفريقي وعربي في التاريخ. يعني مصر شاركت في أولمبياد 20 من غير ما كان عندها أصلا اتحاد كورة، وهترجع تاني تشارك في 1920 في الأولمبياد اللي بتتلعب في باريس. المرة دي حسين حجازي لاعبا ومدربا في نفس الوقت. خرجت مصر من دور الثمانية، لكن كان في إنجاز اتعمل إن حسين حجازي سجل هدف في الأولمبياد وهو عنده 32 سنة 255 يوم، والرقم ده قعد سنين على ما اتكسر. زي ما بقول لكم مصر دايما رائدة، حتى كمان في الأولمبياد ليها رقم ما اتكسرش لمده سنين. مصر في اولمبياد 24 عملت انجاز انها كسبت تركيا 7-1، ومختار التتش اسطوره النادي الاهلي لاحقا سجل هاتريك. لكن رجعت مصر خرجت من دور الثمانيه، لكن دايما متواجده في الاولمبياد، وده اتكرر تاني في اولمبياد 1928 في امستردام في هولندا. 3 اولمبياد متتالي كان معناها ان مصر لازم تشارك في كاس العالم، وده حصل فعلا 1934 في ايطاليا مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري. كابتن الفريق مختار التتش اسطوره الاهلي، ومهاجم المنتخب عبد الرحمن فوزي لاعب المصري والزمالك لاحقا. مصر خسرت 4-2 من المجر، وعبد الرحمن فوزي دخل التاريخ كأول مصري بيسجل في الأولمبياد وجاب هدفين. في الفترة دي مصر كانت متأثرة جدا بالاستعمار الإنجليزي، وطبعا كانت بلد مهجر، وكان بيجي لها لعيبة كتير من اليونان ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن إنجلترا، ولذلك كنت تلاقي دايما لعيبة أساميها في الدوري لعيبة أجنبية مش مصرية. رجعت تاني مصر شاركت في أولمبياد برلين 36، وكان أبرز أسماء فيها مختار التتش أسطورة الأهلي ومحمد حسن حلمي زمورة أسطورة الزمالك، الاثنين اللي دلوقتي كل ملعب من ملاعب النادي ده او ملعب التدريب بيتكتب باسمه. غابت مصر فتره عن الاولمبياد ورجعت تاني شاركت في اولمبياد 48 في لندن مع مدرب انجليزي اسمه إيريك كين. وزي ما انت واخد بالك كده المدربين الاجانب معظمهم بيجوا من اسكتلندا او من انجلترا. قائمه المنتخب فيها يحيى امام اللي هو ابو حماده امام وجد حازم امام، حسين مدكور من الاهلي، ومدافع من الاهلي اسمه فؤاد صدقي، ومهاجم من الاهلي اسمه محمد الجندي، ولاحقا دول هيدربوا المنتخب. خرجت مصر بعد الهزيمه من الدنمارك 3-1، لكن الهزيمه دي ما فرقتش حاجه خالص، لان سنه 48 49 هتقام اول بطوله دوري في مصر. لمزيد من التطور في الكوره، مصر كان عندها اول بطوله كاس في تاريخ العرب وافريقيا بدات سنه 21، واول بطوله دوري 48 49. رجعت مصر تاني شاركت في اولمبياد هلسنكي 1952 في فنلندا مع مدرب برضه انجليزي اسمه ادوارد جونز. مصر عملت انجاز في البطوله دي انها كسبت تشيلي 5-4، لكن رجعت بعد كده خرجت من المانيا الغربيه، لكن برضه ده مش مهم لان سنه 56 هيحصل حدث مهم جدا جدا في اطار الاستعدادات لاولمبياد ميلبورن 56. يوم 18 يوليو 56 كان الجلاء الكامل للقوات الانجليزيه عن مصر بعد سنين من الاستعمار، وبعد ما الجلاء ده اخذ كذا مرحله على ما انتهى تماما من مصر سنه 56. وزي ما مصر كانت رائده في كل اللي فات ده كله، كانت لازم تبقى رائده برضه انها تبقى دوله مؤسسه للاتحاد الافريقي لكره القدم سنه 56. مصر واثيوبيا والسودان وجنوب افريقيا تم استبعاد جنوب افريقيا بسبب حكومه الفصل العنصري، وبكده يبقى الاتحاد الافريقي اتكون من 3 دول، ومصر رائده زي ما كانت رائده قبل كده في الاولمبياد. هتتعمل اول مسابقه كاس افريقيه
المصريه سنه 57 وهتتلعب في السودان، وزي ما كان في جلاء الانجليز كان لازم بعدها يحصل ان مدرب المنتخب يبقى مصري. وهنا مدرب المنتخب في البطوله دي مراد فهمي اللي هو ابو مصطفى مراد فهمي وجد عمرو فهمي اللي هو واحد من اساطير التشجيع لجماهير النادي الاهلي. البطوله مقامه من 4 فرق انسحب جنوب افريقيا، وبالتالي مصر هتلعب قبل النهائي، لو كسبت هتلعب على النهائي على طول. لعيبه كبيره زي من الاهلي رفعت الفناجيلي وطارق سليم وعبد الوهاب سليم اللي هم 2 اخوات صالح سليم، حنفي بسطام من الزمالك ولاعب الاتحاد السكندري الديبه. الفريق كسب في قبل النهائي السودان 2-1 وطلع يلاعب اثيوبيا في النهائي، واليوم ده كان يوم تاريخي. يوم 10 فبراير 57 مصر تكتسح اثيوبيا 4-0 والاربع تجوان لمحمد دياب العطار او ديبا نجم الاتحاد السكندري. مصر بطل اول كاس افريقيه تتعمل في التاريخ، والديبا ب5 اهداف هو اول هداف في تاريخ كاس الافريقيه. وزي ما انتم شايفين كده الرياده مكمله مع مصر. البطوله اللي بعدها 1959 طبيعي مصر مؤسسه للاتحاد الافريقي وهم كلهم 3 دول، فالبطوله هتتلعب في مصر وهتتلعب في استاد اسمه استاد الملك فاروق، لاحقا استاد مختار التتش. البطوله هتتلعب جوه النادي الاهلي. عادل هيكل وميمي الشربيني، طارق سليم وصالح سليم كابتن الفرقه، ومهاجم صغير جدا عنده 17 سنه اسمه محمود الجوهري. اكتساح اثيوبيا في قبل النهائي 4-0 ومحمود الجوهري الشاب الصغير يجيب 3 تجوان. وفي النهائي يوم 29 مايو 59 الفوز على السودان بهدفي عصام بهيج نجم الزمالك، ومصر بطلة تاني كاس افريقيا. مصر رائده في كل شيء لحد الوقت ده، وبتثبت نفسها في قاره افريقيا اللي بعد كده القاره هتبتدي تتمدد، وده بسبب ان دول زي دول شمال افريقيا هتبتدي تاخد الاستقلال بتاعها زي المغرب والجزائر. شاركت مصر في اولمبياد روما 1960 مع المدرب المجري بالتيكوس، الراجل ده لاعب مجري اسطوري في منتخب المجر، سجل هدف في نهائي كاس العالم 38 خسر في النهايه 6-1 ومشي بالتيكوس. ومصر هتلعب كاس الافريقيه 62 مع 2 مدربين مصريين وكانوا لاعبين سابقين قبل كده، حنفي بسطام ومحمد الجندي. مصر حامل اللقب بفريق فيه صالح سليم وطه اسماعيل ومن الترسانه بدوي عبد الفتاح ومصطفى رياض. وصلت مصر النهائي يوم 21 يناير 62. مصر كانت متقدمه على منتخب اثيوبيا 2-1 لكن في النهايه اثيوبيا تعمل المنتدى تخسر مصر ماتش النهائي، وسنه سنه بدات مصر تفقد الرياده اللي هي كانت بادئه فيها في قاره افريقيا. لكن الحقيقه ان اللي حصل ده ما هزش شعره واحده من المصريين اللي اعتبروا ان الهزيمه اللي حصلت من اثيوبيا دي هي زي سحابه صيف والرياده مكمله. كاس الافريقيه 63 هتتلعب بعدها على طول بسنه، هتتلعب في غانا مع مدرب مصري كان شارك قبل كده في الاولمبياد مرتين اسمه فؤاد صدقي. مصر في النهايه اخذت المركز الثالث ودي كانت اول بطوله افريقيه لمنتخب غانا. لكن اللي حصل ده ما هزش ولا شعره من المصريين، لان في اولمبياد طوكيو 1964 مصر في دور الثمانيه كسبت غانا 5 وده كان دليل على قوه مصر وانها لسه مكمله في الرياده. لكن كاس الافريقيه 65 هتتلعب في تونس، وهنا مصر انسحبت لاسباب سياسيه وهتخش بعديها في مصر في مرحله تسمى مرحله الحرب. لكن كان الخبر الحزين ان غانا كسبت تاني لقب ليها سنه 65 وكده غانا بقى معاها لقبين ومصر بقى معاها لقبين والرياده بدات تتسحب من مصر. مصر في تاريخها كله صعدت كاس العالم مره واحده وكسبت كاس مرتين ايام ما كانت البطوله بس 3 فرق. ولكن مش بس الرياده هي اللي في الكوره بدات تتسحب من مصر، لكن يوم 5 يونيو 67 الشعب المصري كله هيصحى على كابوس بما يسمى نكسه 67 وهي هزيمه الجيش المصري ضد العدو الاسرائيلي. البلد كلها كانت في حاله كآبه شديده جدا لان كل بيت فيه شهيد او العماره اللي جنبك فيها شهيد او الشقه اللي جنبك فيها شهيد او اخر الشارع فيه شهيد. خلاص الناس مش مركزه في الكوره خالص، الناس عايشه حاله كئيبه، كل الناس مفكره بس في الحرب، كل الناس مفكره ازاي نعوض الهزيمه دي. توقف نشاط الكوره من موسم 67 68 خلاص مفيش دوري وكاس، كل الفلوس بتتلم للمجهود الحربي، حتى الحفلات الغنائيه لام كلثوم او عبد الوهاب او عبد الحليم كل ارباح الحفلات دي بتروح للمجهود الحربي. وعايز تعرف حاله اي بلد عامله ازاي؟ بص على الفن وعلى الرياضه. الرياضه خلاص نشاط الكوره توقف، وفي الفن غنى عبد الحليم حافظ اللي هو كان بيقال عليه مطرب الثوره اغنيه لكلمات عبد الرحمن الابنودي بتقول عدى النهار. خلاص الناس كلها حاسه ان في فقدان امل تام، وبالتالي نشاط الكوره في مصر هيقف خالص، وفي هجره لعيبه كتير طلعت لعبت في الخليج منهم مثلا حسن شحاته. وتوقف النشاط ده كان طبيعي ان مصر مش هتشارك في افريقيا 68 اللي هتلعب في اثيوبيا. لكن رغم الزعل والحزن والكآبه دي الا ان الاسماعيلي في يناير 1970 قدر يكسب اول بطوله افريقيه في تاريخ اي نادي مصري. الناس كانت مصدقه عايزه تفرح باي حاجه، واستاد القاهره كان مليان والناس كانت فرحانه جدا رغم حاله الحزن اللي في البلد كلها. في فبراير 70 بعد فوز الاسماعيلي على طول رغم حاله الحرب دي الا ان منتخب مصر اتجمع وهيروح يلعب كاس الافريقيه مع المدرب المصري الوطني عبده صالح الوحش. ورغم الظروف الصعبه دي الا ان مصر وصلت لقبل النهائي وخسرت، فازت بالمركز الثالث على حساب ساحل العج بهاتريك لحسن الشاذلي. لكن في نهايه السنه دي كان برضو في خبر حزين تاني ان في سبتمبر 70 وفاه الرئيس جمال عبد الناصر، والناس حاسه ان مفيش امل خالص والحرب لسه على الابواب. كملت رحله عبده صالح الوحش مع المنتخب وبيلعب تصفيات كاس الافريقيه 72. هيلعب الماتش اللي هيصعد المنتخب مع منتخب المغرب
خسرت مصر بمجموع الماتشين 5-3 ومش هتصعد لكاس الافريقيه، وهتبدا حاجه تسمى بعقده الشمال الافريقي. وطبعا بعد هزيمه زي دي اقاله عبد صالح الوحش الراجل الخبير اللي انا بعتبره اول مدرب اكاديمي في تاريخ مصر. لكن بعد نهايه التصفيات دي وخروج مصر من تصفيات كاس اتعين مدرب الماني اسمه ديتمار كرامر، وللامانه اسم كبير جدا جدا. الراجل ده ملقب بالبروفيسور، وده بسبب ان هو بيهتم جدا جدا بالتفاصيل. اسم كبير جدا جدا انه يجي يدرب في مصر، خاصه ان مصر في حاله حرب. رجع الدوري المصري مع 71 72، وده بسبب ان القياده في مصر كانت عايزه تحسس الناس لسه ان الدنيا بخير. فاز الزمالك باول لقب 71 72، موسم 72 73 فاز غزل المحله باللقب الثاني، وهيبدا موسم 73 74 في مصر. المحله على قمه الدوري وفارق نقطه واحده عن الاهلي، وعنده ماتش هيلعبه في القاهره في استاد السكه الحديد قدام نادي الطيران. المحله في الاسبوع الخامس راح يلعب الطيران، محتاج يكسب عشان يحافظ على الصداره. القصه اللي احكيها دي قصه حقيقيه لان حصلت مع والدي. انا راح حضر الماتش ده لان كان ليه زميل بيلعب في نادي الطيران. حضر الماتش، قبل الماتش واقفين قدام الاستاد بدات الناس تتكلم، ده مصر هتخش الحرب النهارده وكمان ضربنا طيارات من العدو. الناس ما كانتش مصدقه. دخلوا الماتش، حصل تعادل ما بين المحله والطيران وكسب الاهلي الناحيه الثانيه، ولذلك اعتلى الاهلي المصري قمه الدوري. بس في اليوم ده مش بس الاهلي هو اللي اعتلى قمه الدوري، لكن الجنود المصريين اعتلوا قمه سيناء، قهروا خط بارليف العظيم اللي كانت الناس بتقول ان ما حدش هيقهره، وعلم مصر هو كمان اعتلى قمه جبل سيناء. الناس روحت البيوت ما كانتش مصدقه الاخبار ونزلوا في الشوارع فرحه رهيبه. الناس اخيرا رفعت راسها بعد 6 سنين من الذل وكسره النفس. مصر كسبت العدو الاسرائيلي، ونزل بيان القوات المسلحه في التلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة المصرية في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا القتال مع العدو بنجاح. طبعا فرحة عظيمة، خطابات النصر في التلفزيون، الناس نزلت الشوارع زي ما انا قلت، فرحة بعد سنين من الغم والنكد. وزي ما انا حكيت قبل كده، عايز تبص على اي حاجة في الدنيا شوف الفن وشوف الرياضة هي المراية اللي بتعكس المجتمع. اول مرة غنى عبد الحليم عدى النهار، دلوقتي نبرة صوته اختلفت خالص وهيغني اغنية صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. فرحة رهيبة، كل الناس فرحانة والحياة هتبدأ ترجع تاني بمجاريها. وزي ما الفن عبر عن فرحته، الرياضة كمان لازم تعبر عن فرحتها. والقيادة السياسية شافت انه مهم جدا جدا ان الكرة كمان تحسس الناس بالفرحة. وبالتالي مصر في اول سنة 74 هتنظم كاس الافريقية مع المدرب ديتمار كرامر اللي بقاله 3 سنين مع الفرقة. خلاص كل حاجة مهيئة ان الرياضة المفقودة ترجع تاني على ارضنا. قائمة عظيمة طبعا. المنتخب كان بدأت تتكون فيها لعيبة، طبعا علي ابو جريشة من الاسماعيلي، محمود الخطيب، مصطفى عبده، سيد بازوكا، وفاروق جعفر، وحسن شحاتة، واكرامي، وحسن علي. فرقة كده الناس خلاص متوقعة انها تاخد البطولة. وصل الفريق اللي قبل النهائي قدام منتخب زئير، كان متقدم 2-1 بمنهم جول علي ابو جريشة، وفي النهاية ريمونتادا المنتخب زئير وهزيمة على ملعبنا وفقدان كمان المركز الثالث وخسارته. طبعا كان حزن شديد جدا لان كان كل شيء مهيأ ان المنتخب ياخد البطولة، اسماء قوية والبطولة على ملعبك ومعاك الجمهور. لكن ده دليل ان مصر من سنة 59 مش عارفة ترجع تاني الرياضة المفقودة. وطبعا طبيعي جدا ان بعد حدث زي ده لازم المدرب يمشي. اقالة ديتمار كرامر المدرب الالماني، وعايز بقى تشوف حرقة الدم بجد ان الراجل ده ساب المنتخب من هنا ورجع درب بايرن ميونخ، كسب معاه 2 تشامبيونز ليج متتالي. لكن بعدها مصر مكملة برضه في الاستعانة بالمدرسة الالمانية. مدرب اسمه بوخا بابي كان بيدرب قبل كده منتخب اوغندا، وكان في الوقت ده بدأت مصر تتعافى شوية من اثار الحرب. وفي الاهلي كان بيتكون جيل قوي جدا مع المدرب المجري ناندور هيديكوتي. فرقة من بعد الحرب زي ما قلت فيها الخطيب ومصطفى عبده، فيها وزير الدفاع حسن حمدي واكرامي وثابت البطل. والفرقة دي عملت انجازات كبيرة جدا في السبعينيات. والناحية الثانية الزمالك فيه لعيبة تقيلة جدا، حسن شحاتة وفاروق جعفر ومنهم ابراهيم يوسف. والهدف المرة دي كاس الافريقية 76 في اثيوبيا، ومنتخب جاهز وصل لحد قبل النهائي اللي بيتكون من 4 فرق هيلعبوا دورة رباعية يحددوا فيها البطل. مصر خسرت كل الماتشات، طلعت رابع البطولة، والمغرب كسبت كمان اول لقب افريقي ليها. طبعا كانت اقالة طبعا المدرب الالماني وجه مدرب جديد صربي اسمه دوسان نينكوفيتش. والهدف هو كاس الافريقية 78 وكاس العالم 78. مصر ما راحتش كاس العالم من 1934، وهتلعب مصر مرتين السنة دي قدام تونس، مرة في ابريل في تصفيات كاس الافريقية، ومرة في نهاية السنة
كده في تصفيات كاس العالم. خسرت مصر بمجموع الماتشين 5-3 قدام تونس، ومش هتصعد كاس الافريقيه 78 اصلا، وفي نهايه السنه هتلاعب تونس تاني، منتخب قوي جدا جدا. والمفاجاه ان مصر قدرت تعمل ماتش كبير في استاد القاهره. مصر كسبت 3-2 بهدف عالمي لمحمود الخطيب، وفاضل على الحلو تكه، انت محتاج تروح تونس تتعادل بس تصعد كاس العالم. لكن واحده من عبثيات الكره المصريه المعتاده اللي احنا عايشين عليها، اخدوا وفد كبير جدا منهم مغنيين ومنهم صحفيين، وجه المغني محمد نوح ومغنيه مدد 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 شدي حيلك يا بلد، راحوا جابوا مدرب الزمالك ومدرب الاهلي مع مدرب المنتخب وعملوا كونسلت طبي، وطبعا انت عرفت النتيجه، هزيمه مذله من تونس 4-1، وتوديع كاس العالم للمره الثانيه على ايد تونس، وكأن خلاص عقده شمال افريقيا دي بقت شيء مستحيل انك تحله. والمؤلم اكتر ان سنه 78 دي مش بس مصر فقدت الرياده بقى، ده في حد كمان هيعتلي الرياده الافريقيه. غانا هتكسب اللقب سنه 78 عشان يبقى ثالث لقب افريقي لغانا مقابل لقبين بس لمصر. بعد فشل نينكوفيتش مصر قعدت تغير شويه مدربين كده في النص، منهم مثلا الشيخ طه اسماعيل الراجل اللي كان لاعب قبل كده مع مصر وكسب كاس وبعديها فؤاد صدقي تاني المدرب المصري، وبعدين كاس 1980 مع المدرب المصري عبد المنعم الحاج. خسر المره دي بقى مش من تونس، خسر من الجزائر في قبل النهائي، وفي المركز الثالث والرابع خسر من المغرب بهدفين لخالد العبيد، يعني مره تونس مره المغرب مره الجزائر، وفي النهايه برضو اللقب الافريقي بقى شيء مستحيل. بعد توديع كاس الافريقيه 1980 الدور هنا على مدرب الماني برضو، او خلينا نقول خبير الماني اسمه كارل هاينز هيدرجوت. قدرت مصر تعدي كذا دور في تصفيات كاس العالم 82، وساعدها ده ان كان في انسحابات كتير، ووصلت للمرحله اللي قبل الاخيره في التصفيات، وهتلاعب منتخب المغرب، وطبعا انت عرفت هزيمه في مجموع الماتشين 1-0. وبرضو بسم الله الرحمن الرحيم اللي غاب المغرب خرجت مصر من تصفيات كاس العالم. وقبل كاس الافريقيه 82 انسحبت مصر من التصفيات بسبب وفاه الرئيس السادات، يعني لا رحنا كاس العالم ولا رحنا كاس والخبر الاسوأ ان غانا بتكسب اللقب الافريقي الرابع في كاس مقابل اللقبين بس في مصر، ايام كانت الكره ابيض واسود. بعد خروج مصر من تصفيات 82 كان في خبر كويس جدا ان مصر هيتولى تدريبها كابتن عبد صالح الوحش. طبعا الراجل ده زي ما قلت عليه، هو الراجل ده كان اكاديمي مدرب كبير جدا، درب السعوديه ودرب الكويت وعمل انجازات كبيره جدا، ودرب الاهلي قبل كده. والراجل ده زي ما انا قلت كانه محاضر دولي وله ايادي بيضاء على الاتحاد الافريقي، وكان اختيار كويس جدا لان حقيقي الجيل اللي موجود ده كان جيل مميز قوي قوي قوي. في الوقت ده الاهلي بيكسب اول تشامبيونز ليج في تاريخه 82، المقاولين العرب بيكسب كاس الكؤوس الافريقيه 82 و83، الزمالك كمان هيكسب الشامبيونز ليج 84. فاذا انت في حقبه ذهبيه مصريه، بس محتاجه مدرب يعرف يضبط ايقاع الفريق. والهدف كاس 84 وكاس العالم 86. قائمه الفريق اللي رايحه بطوله 84 في كوت ديفوار في ابراهيم يوسف اللي اخذ في وقت من الاوقات ثالث احسن لاعب افريقي، محمود الخطيب اللي اخذ احسن لاعب افريقي وهو بيلعب في الاهلي ودي ظاهره ما حصلتش بعد كده، مجدي عبد الغني وطاهر ابو زيد الجولدن بوي، مصطفى عبده زكريا ناصف، ولاعيبه المقاولين طبعا زي علي شحاته وحمدي نوح وناصر محمد علي اللي كسبوا مع المقاولين بطولات افريقيه. فطبيعي جدا ان مع المدرب عبد صالح الوحش ان اللقب يكون طموح الفريق ده، اللي حقيقي اثبت ده بالفوز على صاحب الارض كوت ديفوار بهدفين للجولدن بوي طاهر ابو زيد، منهم هدف عالمي، الوصول الى قبل النهائي ضد منتخب نيجيريا، وللاسف الخساره بركلات الترجيح، ابراهيم يوسف ضيع الركله، وفي النهايه خسرت تاني مصر المركز الثالث والرابع لصالح الجزائر وخسرنا 3-1. لكن كان الحلم قريب جدا برضو ان احنا نصعد كاس العالم 86، والاستقرار ان عبد صالح الوحش هيكمل المهمه. الفريق عمل تصفيات ممتازه ووصل برضو للمباراه النهائيه، هيلاعب المغرب ذهاب وعوده. عبد صالح الوحش مجهز فريق ممتاز، عمل ماتش جيد في القاهره، لكن الماتش خلص 0-0، وماتش العوده ده حاجه من دراما الكره المصريه الحزينه. المغرب بقياده بادو الزكي والتيمومي وعزيز بودرباله، ومصر بقياده جيل تاريخي زي ما انا قلت. طبعا نجم الجيل في الوقت ده او كان اكتر واحد مؤثر في المنتخب هو طاهر ابو زيد. الماتش بصافره سنغاليه للحكم بدار سانيه، وطبعا الماتشات دي بتبقى دايما انت متوقع ان الحكم مش هيديك حقك، لكن للصدفه السعيده ان الحكم حسب ضربه جزاء لمصر، والمفروض ان عداله السماء تهبط على استاد محمد الخامس. دخل جمال عبد الحميد اللي هو اصلا مش المفروض يشوطها، هو المفروض اللي يشوطها شاوي غريب، اخدها مكانه، حط الكره في العارضه، والاقدار دايما شايله لمصر حاجات غريبه جدا، ان الكره اتردت ووصلت في النهايه للتيمومي اللي بشماله حط جول عالمي في اكرامي، وانتهى في النهايه الماتش 2-0 للمغرب. عبد صالح الوحش قاعد بره على الخط هيتجنن، الكره كانت في ايدك خلاص، لو سجلت الهدف ده حتى لو الماتش خلص 1-1 هتصعد كاس العالم. لتاني مره المغرب تبقى سبب انك خرجت من كاس العالم، وقبلها مرتين تونس مرتين المغرب، غير ان الجزائر بتكسبك كده كده. وطبعا بعد اللي حصل ده كان اقاله عبد صالح الوحش من تدريب المنتخب، وهنخش في دايره جديده من اختيار المدربين. الاستعانه المره دي بمدرب انجليزي اسمه مايك سميث، ومعاه شحته الاسكندراني لعيب مصري سابق في المنتخب. والاستعدادات لكاس الافريقيه اللي هتتلعب في مصر 86، مصر عايزه تعوض خساره المغرب. بدات مصر البطوله رغم ان الجيل قوي جدا بخساره
خساره من السنغال على ملعبنا محبطه جدا، الناس كلها خلاص توقعت الخروج. تاني ماتش قدام كوت ديفوار المنتخب مش قادر انه يعمل اي حاجه خالص لحد قبل نهايه الماتش بربع ساعه، شوقي غريب يسجل هدف، يليه بعد كده جمال عبد الحميد وتحصل انفراجه. ثم ثالث ماتش في المجموعه انطلاقه الجولدن بوي او مارادونا النيل طاهر ابو زيد ويسجل هدفين نصعد قبل النهائي، والمره دي برضو قدام المغرب. لكن المره دي كان الموضوع مختلف خالص، ماتش كالعاده متقفل، لكن المره دي ظهر طاهر ابو زيد جاب جول غريب جدا، تحس ان الجمهور هو اللي حط الكره جوه الجون. ورغم ان طاهر ابو زيد اخذ انذار ومش المفروض انه يلعب الفاينل، حصل استئناف ولعب طاهر ابو زيد الفاينل. وصلنا قدام الكاميرون اللي هي كانت كسبانه اللقب قريب، فريق تقيل جدا، يكفي ان فيه روجي ميلا والمدافع كوندي وحارس المرمى انطوان بيل. وصلت مصر لقرارات الترجيح، وهنا ظهر البطل ثابت البطل اللي صد ركله جزاء ودخل في النهايه. اشرف قاسم البرنس حط ضربه جزاء عالميه. وفي نهايه الماتش خالص مشاعر الجمهور كانت رهيبه جنب معلق الماتش، ومن كتر ما البطوله دي كنت تحس ان مصر اخذتها بالزق. حتى اخر ضربه جزاء الكاميرا ما جابتهاش وجابتها بس في الاعاده، ضربه الجزاء في العارضه. والجمهور طبعا مبروك لمصر والله اكبر، والناس جنب المذيع وشك حلو يا كابتن حماده. ومصر بطله افريقيا بالزق مع مايكل سميث، اول لقب افريقي من سنه 59. مصر بتحاول سنه سنه انها ترجع تاني للرياده، لكن حقيقي الاداء ما كانش مقنع قوي. لكن كان وضع عظيم جدا لمصطفى عبده والخطيب ان هم ياخدوا لقب افريقي، رغم ان الخطيب ما سجلش ولا هدف لكن موجود دايما في اللقطه. مصطفى عبده بيستلم الكاس من الرئيس مبارك وجنبه محمود الخطيب. وفي النهايه مصر بطله افريقيا اخيرا سنه 86 مع المدرب الانجليزي مايكل سميث. طبيعي بعد فوز مصر بكاس الامم الافريقيه 86 طبيعي ان مايكل سميث هيكمل مع المنتخب. وهنا كاس الامم الافريقيه 88 اللي هتتلعب في المغرب بنفس الجيل طبعا اللي كسب 86 بنفس قوام الفرقه، والفريق عمل نتائج محبطه جدا جدا. خرج الفريق من دوري المجموعات، والكاميرون كسبت اللقب الثاني ليها سنه 88. وطبعا معروفه اقاله مايك سميث. وهنا خبر مهم جدا جدا ينزل ان مصر هتعين محمود الجوهري مدربا لمنتخب مصر. طبعا انت زمانك بتسال دلوقتي مين هو اصلا محمود الجوهري. محمود نصير يوسف الجوهري مواليد 20 فبراير 1938. بدا مسيرته كمهاجم سنه 55 في النادي الاهلي، وكان بيسمى التتش الصغير لتشابه طريقه لعبه مع مختار التتش. لعب مع الاهلي من 55 ل 64، كسب بطولات دوري كتير وكسب بطولات كاس، وزي ما قلت في اول الحلقه كان هداف كاس الامم الافريقيه 59 مع مصر وكسبها كلاعب. لكن بسبب اصابات الركبه المتتاليه هيبطل كوره بدري بدري وهيخش مجال التدريب وهو عنده 28 سنه بالظبط. بدا في قطاعات الناشئين، اشتغل مساعد لمدربين تقال جدا. محمود الجوهري شخصيه صارمه جدا جدا، وده بسبب خلفيته العسكريه. محمود الجوهري ضابط من ضباط القوات المسلحه اللي شارك في حرب 73، كان برتبه مقدم. بعد 13 سنه تدريب سواء قطاعات ناشئين او مساعد هتجيله فرصه عظيمه جدا انه هيروح السعوديه يبقى مساعد للمدرب الالماني ديتمر كرامر. فاكرين اللي انا حكيت عليه في اول الحلقه كان بيدرب مصر؟ الراجل ده هيدرب نادي اتحاد جده سنه 77. الجوهري اللي ساعتها ما كملش 40 سنه هيبقى مساعد ليه، ويفضل مساعد لمده 4 سنين. اكتسب خبرات كتيره جدا، وزي ما قلت لكم في الاول ديتمر كرامر بيتقال عليه بروفيسور عشان كميه التفاصيل الدقيقه. الجوهري كمان اكتسب منه كل التفاصيل دي. لكن بعد 4 سنين كمساعد لديتمر كرامر يمشي ديتمر كرامر والجوهري يبقى مدير فني لنادي اتحاد جده السعودي موسم 81-82. نادي اتحاد جده السعودي اللي تاسس سنه 27 لم يفز ابدا ببطوله الدوري السعودي، وصل لنهائي بطوله الدوري قدام نادي الشباب تحت اعين الامير فيصل بن فهد. المدرب الشاب محمود الجوهري يكسب اول بطوله في تاريخ اتحاد جده، فرحه كبيره طبعا، بيكتسب خبرات. لكن بعدها بسنه واحده هيجيله نداء الوطن من جوه النادي الاهلي. زميله وكابتنه صالح سليم يستدعيه يجي يدرب الاهلي المصري، وطبعا ما تقدرش ترفض لان هو متربي جوه النادي الاهلي. وزي ما الجوهري جاب لاتحاد جده اول بطوله دوري في تاريخه، هيرجع مع الاهلي وفي ايده العصا السحريه، لان في ديسمبر 84 الفوز على اشانتي كوتوكو في النهائي في القاهره 3-0 بجونين روعه لمحمود الخطيب، وفي العوده التعادل 1-1 بجون غريب عجيب، هدف للخطيب ومبروك لمصر وزعيق المعلق وفرحه رهيبه واستقبال عالمي في المطار. كابتن مصطفى يونس ومصطفى عبده والخطيب نازلين بالكاس. اول بطوله افريقيه للاهلي في تاريخه، وتاني بطوله افريقيه للانديه من ساعه ما الاسماعيلي كسبها سنه 70. كملت رحله الجوهري مع الاهلي، خسر الدوري 82-83 لصالح المقاولين، لكن في نفس السنه دي قدر يكسب المصري البورسعيدي في نهائي كاس مصر بهدف لخالد جد الله. هيكمل موسم 83-84. الزمالك يكسب تاني دوري، لكن الاهلي برضه تاني يكسب المصري بعد ما كان خسران 1-0 والحاج سيد متولي بيربط الكرافته ويطلع يستلم الكاس. علاء ميهوب في الدقيقه 90 يسجل هدف وتحصل المنتدى اهلاويه، الاهلي يكسب الكاس 3-1 على حساب المصري. لكن بعد خساره 2 دوري متتالي الجوهري والاهلي اتفقوا اتفاق ضمني
سابوني كده من غير ما يقولوا ان هما الاثنين مش عايزين يكملوا، وهيطلع محمود الجوهري لرحله الى الشارقه الاماراتي، وهيدور الاهلي على مدرب جديد يكمل بيه المسيره. سنه في الشارقه الاماراتي والاهلي سنه مع المدرب محمود السايس، يكسب الاهلي فيها الدوري، لكن في النهايه محمود السايس يعتذر عن استكمال المهمه، وهنا اختلاف في مجلس اداره الاهلي يجيب الجوهري ولا ما يجيبوهوش تاني، وفي النهايه القرار يرجع محمود الجوهري. ومع معسكر الاعداد تحصل مشكله كبيره جدا، ان محمود الجوهري كان بيطالب بلعيب اسمه محمد عباس، كان صالح سليم شطبه، لكن هو اصر ياخده معاه معسكر الاعداد. مجلس الاداره رفض، ما راحش معاهم معسكر الاعداد في المانيا. وهنا كابتن محمود الجوهري كتب الاستقاله بتاعته بما يسمى فيها ان في تدخل في اختصاصاته، وهنا حصل مشكله كبيره جدا. في 16 لاعب من الاهلي مضوا على ورقه ان هم متضامنين مع الجوهري في الاستقاله بتاعته وعايزينه يرجع، وفي 10 لعيبه تانيين كانوا مع منتخب مصر اللي بيلعب ماتش المغرب في تصفيات 86 هم كمان تضامنوا مع اللعيبه دي. حصل حاله هرج ومرج جامده في مجلس اداره الاهلي. كان المسؤول عن الاهلي في الوقت ده كابتن حسن حمدي كمدير كوره، كتب التقرير بتاعه انه طالب فيه بشطب محمود الجوهري من سجلات الاهلي وايقاف ال 16 لاعب. وهنا حصل مشكله كبيره جدا، والاهلي عنده ماتش مهم جدا في كاس مصر قدام عتاوله الزمالك اللي فيهم فاروق جعفر وكوارشي. اصر في النهايه مجلس اداره الاهلي على ايقاف ال 16 لاعب. رجع محمود الجوهري تاني، والمجلس وافق انه يرجع بس بشكل صوري ان هو يدرب الفرقه. والغريب والعجيب ان في الماتش ده الاهلي كان بيلعب بفرقه 19 و21 سنه، قدر يكسب عتاوله الزمالك 3-2 في ماتش تاريخي. كمل بعدها الاهلي كسب بطوله الكاس، لكن بعدها كان الفراق ما بين الاهلي تاني والجوهري، وكان مشكله كبيره جدا ما بين صالح سليم ومحمود الجوهري، اللي صالح سليم قال بعدها انه مش هيخش تاني النادي الاهلي. ورجع بعدها كمل الجوهري رحلته مع نادي اهلي جده، قعد سنتين هناك. كلموه طبعا يمسك المنتخب، الراجل المناسب في الوقت المناسب، والحلم هو الصعود لكاس العالم 90، البطوله اللي ما صعدناش ليها من سنه 1934. بس انت ممكن تسالني ايه هي مميزات الجوهري اصلا كمدرب اللي هم يجيبوه رغم انه ما مسكش المنتخب قبل كده وماشي بمشكله من الاهلي؟ الحقيقه ان هو شخصيه صارمه جدا بخلفيته العسكريه زي ما انا حكيت. كلاعب لعب في النادي الاهلي في مستويات كبيره، كسب الدوري والكاس. لعيب دولي لعب في مستويات عاليه وكسب كاس الامم الافريقيه 59. اخذ السلم من تحت، درب ناشئين، درب مساعد، ودرب مع مدرب تقيل جدا زي ديتمار كرامر اكتسب منه كتير جدا. مع اتحاد جده جاب بطوله، ومع الاهلي جاب بطولات، فاذا هو راجل معتاد على جو البطولات. شخصيه قويه جدا وقلبه ميت. يكفي ان هو اختلف مع صالح سليم وما خافش من ده، رغم ان بالنسبه للاهلاويه صالح سليم هو الاب الروحي، وطبيعي ان اللي قلبه ميت زي كده مش هيفرق معاه اسامي اللعيبه، يختار من هنا او من هنا، كل الناس هتبقى معاه في ظهره. وطبعا اشتغل في مصر، فاهم مأساة الكره المصريه في التنظيم، وفاهم مأساة اللعيب المصري. لعيب موهوب جدا وحريف وذكي، لكن لعيب كسلان وغير منضبط. الحقيقه ان محمود الجوهري عنده كل مقومات النجاح انه يقدر يصعد مع المنتخب لنهائيات كاس العالم 90. بدات رحله الجوهري مع المنتخب، وبدا كمان يدخل عناصر جديده، منهم مثلا احمد شوبير اللي كان بيدربه في الاهلي وهو كان اول واحد صعده، هاني رمزي الناشئ الواعد اللي بيلعب في الاهلي، طبعا مع حسام ابراهيم اللي هو كان عارفهم من ايام ناشئين الاهلي، اسماعيل يوسف وعلاء ميهوب واحمد الكاس. وبدات مصر في تصفيات كاس العالم 90 مجموعه فيها ليبيريا وملاوي وكينيا. اخذت مصر خطوات جيده جدا جدا، وعشان تعرف الراجل ده قد ايه شخصيته ما تفرقش معاه، اخذ لعيب من المنيا اسمه هشام عبد الرسول، وكان واحد من نجوم التصفيات كلها. وعشان اوريك ازاي الراجل ده ما بيهموش حد خالص، في واقعه مهمه جدا جدا حصلت في ماتش اعتزال فاروق جعفر برنس الكره المصريه او ملك النص، عامل ماتش اعتزاله ضد منتخب الكويت ونادي الزمالك. وهنا كان في لعيب في الزمالك اسمه حماد عبد اللطيف بيتقال عليه الحاوي، لعيب كوره كبير قوي قوي قوي، لعيب حريف. جمهور الزمالك كان معترض ازاي الجوهري ما بياخدش اللعيب ده للمنتخب، وهنا حصل هجوم قوي جدا جدا من جمهور الزمالك اللي شتم في الجوهري. نزل الجوهري اللي قلبه ميت سحب لعيبه المنتخب من الملعب ومش عايز يكمل الماتش. وهنا فاروق جعفر طبعا في مهرجان اعتزاله مسك المايك وبيناشد الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني. الجوهري كان فاهم كويس جدا ان حماد عبد اللطيف لعيب فنان وحاوي زي ما هو بيقولوا، لكن المنظومه الجماعيه ما ينفعش لعيب فيها زي ده. جماهير مصر احنا النهارده جايين عشان الفريق القومي المصري، عايزين نشجع مصر، كل واحد في الملعب بيلعب باسم مصر. الفريق في يوليو 89 كسب زائر وصعد كاس الامم الافريقيه 90 وصعد اول مجموعه، وهيلاعب الجزائر تاني في ماتش فاصل. الفريق هيلعب الماتش الاولاني في الجزائر وهيرجع الماتش الثاني في القاهره. في 8 اكتوبر 89 في مدينه قسطنطين في الجزائر هتلاعب الجزائر اللي فيها رابح ماجر وجمال مناد والاخضر بلومي. لكن الجوهري قبلها ب10 ايام ومعسكرات طويله للخدمه الشاقه، كانت هي دي طريقته، بياخد اللعيبه المعسكرات. اهم حاجه الانضباط، اهم حاجه الفتنس، اهم حاجه اللياقه، اهم حاجه انك تدرس المنافس وكل
تحرك وكل شعره بيعملها. والنهايه تعادل 0-0 في الجزائر، نتيجه مبشره جدا. يوم 17 نوفمبر 1989 على استاد القاهره 100,000 مشجع واكتر كمان. حسام حسن بيحكي عن اليوم ده ان هم ماشيين بالاتوبيس في الشارع، الجمهور كان محوط الاتوبيس لدرجه ان هم في النشيد الوطني كانوا بيعيطوا. الجوهري والحماس والنزعه الوطنيه، وبعد 4 دقائق بالظبط اوفر من احمد الكاس وحسام حسن يخش بالكره جوه الجون، وتحس ان الجمهور نزل معاه الملعب. استقتال في الملعب لمده 90 دقيقه، ومصر تصعد لكاس العالم لاول مره من 1934. الجوهري في كل حته بعصايته السحريه بيروح بيعمل تاثير جامد جدا، زي ما عمل مع اتحاد جده وعمل مع الاهلي، عمل مع المنتخب المصري. ومن اليوم ده بقى فيه تشجيع معروفه جدا، جوهري جوهري أوه. المدرب الوحيد اللي في تاريخ مصر مدرب مصري الجمهور كان بينادي باسمه، ودي ظاهره عجيبه. الناس كانت بتسيب اللعيبه والنجوم دول وبيركزوا مع الجوهري، الراجل اللي كان ليه تاثير وكاريزما ما اتكررتش تاني في مصر. وعايز تعرف مين هو محمود الجوهري؟ الراجل يقدر يقنع الاتحاد المصري بالغاء الدوري كله الدور الثاني لعدم جدواه، والمهم الوقوف خلف المنتخب الوطني في المهمه الوطنيه في كاس العالم 90 في ايطاليا. معسكرات طويله بالايام وبالاسابيع، وراح لعب ماتشات متدرجه المستوى صعبه جدا جدا، منهم مثلا ماتش مع اسكتلندا، كسبنا اسكتلندا في اسكتلندا 3-1 بجول حلو جدا لاسماعيل يوسف. الراجل ده كان بيعمل محاضرات طويله جدا بيحفظ اللعيبه كل تحرك لكل لعيب. الجوهري لما جيت سأل هتلعب كاس الامم الافريقيه 90 في الجزائر، قال لهم لا، بعد الصعود لكاس العالم 90 احنا اخذنا الصوره واللقطه، الصوره اللي مصر ما خدتهاش من ساعه ما عبد الحليم غناها سنه 73. الصوره كانت حلوه، ما ينفعش الصوره دي تتغلوش ونروح نلعب كاس الامم الافريقيه في الجزائر، لان لو ده حصل هنتهز قبل كاس العالم 90 وده مش مطلوب. وبعد ازمه دبلوماسيه وتدخل الرئيس مبارك، في النهايه راح المنتخب المصري هيلعب البطوله دي مع المدرب هاني مصطفى بلعيبه من الدوري المصري ما بتشاركش مع المنتخب الاول. كل ده مش مهم، مكتسبات الصوره ما ينفعش تضيع في الجزائر. خرجت مصر من الدور الاولاني، لكن كان الاستعداد لكاس العالم 90 على قدم وساق قبل البطوله. الجوهري برضه بقلبه الميت يستبعد بدر رجب، واحد من نجوم التصفيات واللي كان جايب اجوان. مش مهم اي اسم، المهم ال 22 لعيب اللي رايحين. ابقى انا مقتنع ان القايمه دي متكامله ومفيش لعيب فيهم ملوش لازمه في القايمه. الذهاب الى ايطاليا في مجموعه صعبه جدا، هولندا بطل يورو 88، انجلترا مع مدربهم العظيم بوبي روبسون، ومنتخب ايرلندا يوم 6 يونيو 1990 في استاديو لا فافوريتا في مدينه باليرمو الايطاليه. الجاليه المصريه رايحه بتشجع، الناس رايحه بالاعلام، مصر اخيرا هتظهر في كاس العالم. منتخب هولندا جامد قوي، مدربه العظيم ليو بنهاكر اللي كسب بطولات مع ريال مدريد، ومعاه ثلاثي اي سي ميلان الايطالي اللي كسب الشامبيونز ليج في الفريق العظيم اللي كان بيدربه الايطالي اريجو ساكي، ماركو فان باستن وريكارد وخلت. فريق طبعا مش محتاج نتكلم كتير، لكن الجوهري كان مجهز الفرقه بشكل انه كان حافظ كل تحرك اتقدمت هولندا. وفي النهايه كره طويله جدا من هشام يكن ويروح حسام حسن، وزي ما كابتن محمود بكر بيقول رونالد كومان 15 مليون دولار وحسام حسن ياخد ضربه جزاء ودعوات المصريين، ويخش كابتن مجدي عبد الغني ومحمود بكر جنب الجمهور كله، وعداله السماء نزلت على استاد باليرمو ويخش مجدي عبد الغني والله اكبر وعذره والهدف الاول لمصر. احتفالات جنونيه في الملعب. مصر بتعمل المعجزه في ماتش لولا توفيق حارس مرمى هولندا مصر كانت ممكن تكسب الماتش ده 5. محمود الجوهري مش بس اخذ الصوره اللي اتكلم عليها عبد الحليم بالصعود لكاس العالم 90، ده اخذ الصوره كمان في كاس العالم نفسه باحراج منتخب عظيم زي منتخب هولندا. كملت الرحله قدام منتخب ايرلندا، مصر عملت ماتش دفاعي، كان كل الناس بتتكلم على هاني رمزي بيرجع لشوبير، ربيع ياسين بيرجع لشوبير، وهشام يكن بيرجع لشوبير، وكان في كده قصه بتتقال ان الفيفا غير قانون اللعبه بسبب الماتش ده. كملت رحله مصر بعد التعادل مع ايرلندا والماتش النهائي قدام انجلترا اللي بيدربهم بوبي روبسون. مصر عملت ماتش مميز جدا، خسرت 1-0، ودعت المونديال، بس ودعت المونديال براس مرفوعه. الجوهري اخذ الصوره الحقيقيه العالميه الاولى. محمود الجوهري راجل مطور للكره المصريه، بيحط ايده في اي حاجه بيقلبها ذهب. وطبعا بعد اللي حصل ده اسهم الجوهري عليت جدا جدا. الراجل اللي الجمهور بيغني له في المدرجات كان طبيعي انه يكمل. يوم 10 اكتوبر 1990 في الاستاد الاولمبي في اتينا، هزيمه ساحقه من منتخب اليونان 6-1. الجيل اللي كان بيستعد لكاس الامم 92 مش هيستعد لها خلاص، لان اقاله محمود الجوهري بعد كل اللي عمله ده. رئيس اتحاد الكوره محمد احمد محمد كان شايف ان بعد الهزيمه المذله دي ما ينفعش الجوهري يكمل. كل مكتسبات الصوره اللي اخدناها في كاس العالم 90 راحت، وهنخش في مرحله جديده هندور فيها على مدرب جديد في دراما الكره المصريه. طبعا انت جاي لي دلوقتي عايز اكتب لك روشته. اقول لك ايه يا عم، انت كل شويه هاجي، انت شكلك مطول معايا الحلقه دي. انت عايز مدرب جديد؟ ها طيب انت طبعا عارف ان الراجل اللي اسمه الجوهري ده فضحنا في كاس العالم، ماتش ايرلندا بقى ونقعد نباصي للجون وبتاع، عرتونا وسط العالم. عايز مدرب جديد انت؟ طبعا. طب انا هقول لك التيتا بقى، هقول لك اللي فيها. انت عارف مين اللعيب اللي اكتشفه الجوهري في كاس العالم؟ مش هاني رمزي؟ مش هو اللي اكتشفه. انا هجيب لك اللي اكتشف هاني رمزي بقى، هجيب لك الخبير الالماني ديتريتش فايتسر. مين بقى ديتريتش فايتسر ده؟
مين ده اللي كسب كاس العالم للشباب 1981، درب الاهلي سنه 89 90، كسب الكاس والدوري والافريقي الاسيوي، وهو اللي دخل في مصر خطه 3-5-2. الخطه اللي غشها الجوهري اخدها هي كده، ولعب هاني رمزي ليبرو. عشان تعرف بس ان الجوهري ده ما عملش حاجه قوي، انا هقول لك اللي فيها. طلع يا ابني واكتب اول روشيت: ديتريتش فايتسا مدرب الخبير الالماني، هو ده اللي هيعدل حال الكره المصريه. تمام، فوتو تعالى كمان شويه. ماشي. بعد إقالة محمود الجوهري كان الاختيار ديتريتش فايتسا مدرب النادي الأهلي موسم 88-89، كسب الدوري والكاس والأفريقيا الآسيوية، وهو أول واحد إدى الفرصة لهاني رمزي. الراجل ده كسب كاس العالم للشباب 81 مع ألمانيا، واللي خلاه يجي المنتخب إنه طلبه في اتحاد الكرة وساطة كابتن صالح سليم اللي كان بيربطه علاقة جيدة جدا بيه، لأن الراجل ده لما كان بيدرب الأهلي هنا في مصر بعد إيقاف الدوري وإلغائه بسبب استعدادات مصر لكاس العالم، قال لهم أنا مش هينفع أقعد في مصر آخد فلوس وأنا بشتغلش. كان راجل محترم جدا ومشي، وفعلا وساطة صالح سليم نفعت وجي ضرب المنتخب. جه فايتسا الخبير الاجنبي، وخد بالمره معاك يا معلم الاشراف على المنتخب الاولمبي. بدا فايتسا الرحله بتعادل مع تونس 2-2 في تونس، لعب 4 ماتشات وديه، 2 مع كوريا، وبعدين لعب ماتش مع منتخب مالطا كسب 5-2، وبعدين ماتش مع منتخب اندونيسيا كسب 6، وفي النهايه اتعادل تاني مع تونس 2-2. الناس تفائلت بيه خير جدا جدا. راجل عنده بقى غزاره هجوميه، وراجل صاحب فكر ومطور للكوره. في سبتمبر 1991 في حدث مهم جدا، ان مصر هتنظم دوره الالعاب الافريقيه، وطبعا افتتاح عظيم في استاد القاهره للهضبه اللي ما كانش هضبه عمرو دياب، والاغنيه العظيمه اللي كل جيلنا اتربى عليها: بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا، مع المدرب المصري محمد ابو العز والمساعد بتاعه محمود سعد. في جيل كان متوقع له حاجات كتيره جدا، وليد صلاح الدين وهيثم فاروق وياسر ريان ومحمد صلاح ابو جريشه. وزي ما الاغنيه كانت بتقول بالظبط، الدنيا هتسمعنا، بس الدنيا كانت هتسمع في ضحيتنا لان احنا خرجنا من الدور الاولاني، وبالحب اتجمعنا عشان الكره المصريه بتدار بالحب. بعد الماتش ده الناس قالت لك الله، احنا هنقيل الجهاز الفني؟ لا، ازاي؟ احنا هنقيل المسؤول عن الجهاز الفني ده. المسؤول ده هو ديتريتش فايتسا، رغم انه عمل نتائج كويسه مع الفريق الاول، لكن المنتخب خرج في دوره الالعاب الافريقيه. اقاله ديتريتش فايتسا، الراجل كان هيتجنن، اخذ بعضه وقال لهم انا مش راجع البلد دي تاني. وبيقال ان علاقته اتقطع بمصر تماما ما عدا صالح سليم بس اللي كان على اتصال بيه لحد ما توفى. ومع نهايه السنه دي وزير الشباب عبد المنعم عماره اقال مجلس اداره اتحاد الكره كله بقياده محمد احمد محمد، وتعيين مجلس مؤقت برئاسه المهندس صلاح حسب الله. وفي نفس الوقت بعد اقاله ديتريتش فايتسا عندنا حل جديد ومختلف تماما. ايه اللي جابك تاني؟ انا ليا غيرك. عايز ايه؟ عايز مدرب جديد. انا مش جبت لكم خبير يا جدع؟ انتوا مشيتوه؟ ما مش شغال. مش شغال ازاي بس؟ فضحتوني. هتشوفي نعمل ايه بقى. طلع ورقه وقلم واكتب اهو. بص انا عندي فكره جديده. مين؟ رجع الجوهري. ياه. اقفل كده الراوتر وافتحه تاني. ماشي. هو الجوهري صدقني. انت صدقت اللي انا قلت لك اول مره؟ خبير يا عم. اسمع اللي بقول لك عليه، الجوهري ده راجل زي الفل. انت صدقت القصه اللي حكيت لك عليها بتاعت ايرلندا والفضيحه والكلام ده؟ طبعا. ما حصلش، دي قصه مش حقيقيه. ابنك. على فكره فيفا ما غيرش القانون عشان الجوهري ولا حاجه اصلا. صدقني. خد بس اكتب الروشته مني، مش انت بتجيلي انا اللي اعالج لك المريض، انا اللي بعالج، يبقى انت تسمع وتكتب. ابننا محمود الجوهري. ابننا. وفي واحده من عبثيات الكره المصريه العظيمه هيرجعوا الجوهري تاني قبل كاس الامم الافريقيه اللي هتتلعب في السنغال بشهور بسيطه جدا. طب مشيتوه ليه؟ مش هو من الاول كان موجود؟ الجوهري هيلعب مجموعه ماتشات وديه، وبص الضحك بقى يا صاحبي. محمود الجوهري هيعمل استعدادات اللي الاتحاد كان منظمها مع تشيكوسلوفاكيا، ماتشين مع بولندا وماتش مع النرويج. يعني راح تلعب كاس الامم الافريقيه وراح كل استعداداتك مع دول اوروبيه، يعني مفيش ولا ماتش هتلعبه مع مدرسه مشابهه للفرق اللي هتلعبها. يناير 1992 كاس الامم الافريقيه في دكار، المنتخب المصري هيلعب اول بطوله كاس متكونه من 12 فريق مش من 8 فرق. قاره افريقيا عماله تكبر. قائمه المنتخب هي تقريبا كل لعيبه محمود الجوهري في كاس العالم 90، بس المره دي في شويه محترفين زياده: حسام حسن وابراهيم حسن وهاني رمزي في نيوشاتل السويسري، مجدي طلبه في باوك اليوناني، مجدي عبد الغني صاحب هدف 90 في بيرامار البرتغالي، ومحمد عبد العظيم عظيمه في فورتونا كولن الالماني، مع بقيه اللعيبه اللي منهم ربيع ياسين وجمال عبد الحميد. يعني على الورق فرقه ممكن تروح تاخد البطوله. الماتش الاولاني ضد زامبيا خساره 1-0، والثاني ضد غانا خساره 1-0. اهلا بك في الكره المصريه. 180 دقيقه، 0 تسجيل اهداف، استقبال جونين، نسخه باهته جدا جدا. قرار اقاله محمود الجوهري كان محطوط على ترابيزه اتحاد الكوره، لكن اتحاد الكوره هنا في مأزق، لان في شهر فبراير منتخب الاولمبي هيلعب ماتش محدد في تصفيات الصعود لاولمبياد برشلونه 92. انا طبعا كنت نسيت اقول لك ان الجوهري زي فايتسا بالظبط كان كمان هو مشرف على المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي بقياده محمود سعد والمساعد بتاعه مصطفى عبده يقدر يكسب زيمبابوي ذهاب وعوده والصعود لاولمبياد 92. وهنا اتنسب الانجاز ده لاداره الكره المصريه كلها، ومنهم المشرف على الانجاز ده محمود الجوهري. وهنا
هيكمل محمود الجوهري مع المنتخب بالصدفه البحته، والاستقرار دايما بيولد النجاح. يوم 18 سبتمبر 92 كاس العرب بتتلعب في سوريا، مصر تكسب البطوله في النهائي على منتخب السعوديه بمقصيه عالميه من حسام حسن من احلى جوان الكوره. مصر بطله كاس العرب لاول مره في تاريخها مع محمود الجوهري برضه، اللي كل مره بيعمل حاجه بتبقى اول مره، زي ما عملها مع اتحاد جده ومع الاهلي عملها كمان مع المنتخب. لكن برضه نهايه السنه دي بعد تذبذب اداء المنتخبات بصفه عامه، وزير الرياضه عبد المنعم عماره يقيل مجلس المنتخب صلاح حسب الله المؤقت ويجيب مجلس يوسف الدهشوري حرب كمؤقت برضه لمده سنه. الجوهري عنده فرصه تاريخيه تاني انه يصعد كاس العالم 94 اللي هتتلعب في امريكا، مجموعه فيها انجولا وتوجو وزيمبابوي. بس قبل ما اقول لكم ايه اللي حصل في تصفيات كاس العالم 94 ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. تاني حاجه بفكركم ان احنا عملنا جروب فيسبوك، هسيب الرابط بتاعه في الديسكريبشن. تالت حاجه بفكركم ان احنا فعلنا خاصيه ثانكس اللي من خلالها تقدر تدعم القناه عشان تقدر تقدم نفس المحتوى بنفس الجوده. طبعا مصادر كتيره جدا استخدمتها في الحلقه دي، منها حاجات مقالات في مواقع زي في الجول وكورابيديا، وكمان فيلم عن كاس الامم الافريقيه 98 اللي اتعمل في بوركينا فاسو اتعمل عن طريق موقع في الجول. مجموعه مصر فيها زيمبابوي، توجو، انجولا. قدرت مصر تعدي في الماتشات كلها لحد ما هتوصل لاخر ماتش هيتلعب في استاد القاهره ضد منتخب زيمبابوي. لو مصر كسبت هتصعد للمرحله النهائيه في التصفيات. يوم 28 فبراير 93 في ليله رمضانيه الناس كلها سابت المسلسلات وكان اهمها مسلسل المال والبنون اللي عباس الضو قال فيه لا. نزلت مصر الماتش حماس رهيب في المدرجات، اتقدمت زيمبابوي لكن في النهايه قدرت مصر تكسب بجول لاشرف قاسم ثم هدف عالمي لسوبرمان الكره المصريه حسام حسن. احتفالات رهيبه، لكن زي ما عباس الضو قال لا، مدرب زيمبابوي كمان قال لا. رينهارد فابيش مدرب منتخب زيمبابوي محدش عارف الطوبه اترمت عليه ولا هو اللي خبط نفسه، ربط دماغه جامد جدا. وبعد الماتش بعد ما مصر فرحت قرار من الاتحاد الافريقي باعاده الماتش تاني في ارض محايده وهيتلعب في ليون في فرنسا يوم 15 ابريل 93 في استاد دي جيرلون في ليون. المنتخب بيستعد انه لو كسب هيقابل الكاميرون بعد كده، ماتش سلبي اتبروز كله في كوره غريبه عجيبه. المصريين كان هيجي لهم شلل، مجدي طلبه على خط الجون ينزل يلعب الكوره بدماغه وتفضل تتمشى على الخط، الكرة تطلع بره وينتهي حلم الصعود. مجدي طلبه لما اتسال انت ازاي نزلت تلعب الكرة دي بدماغك، ما كنت تحطها برجلك؟ قال لهم في كاس العالم 90 جات لي فرصه قدام هولندا كنت المفروض العبها بدماغي، لعبتها برجلي. المره دي فكرت ان انا لازم اعمل العكس، هنزل العبها بدماغي بدل رجلي، والفرصتين ضاعوا. وطبعا بعدها محمود الجوهري حس ان هو ملوش لازمه وراح هو قدم استقالته، وهنخش تاني في دايره جديده. بعد تقديم الجوهري استقالته هيجي كابتن شحته كمدرب مؤقت هيلعب حاجه اسمها كاس الرئيس الكوري، وهنا الدور على مدرب جديد هينقوه لقياده الكره المصريه في كاس الامم الافريقيه 94 في تونس. انت تاني يا ابني زهقت منك، عايز ايه؟ انا كل الناس اللي بيجي لي بكتب لهم الروشته مره واحده ما يرجعوش تاني، كل يوم هكتب لك روشته، انت ما بتزهقش؟ استشاره سريعه. عايز ايه؟ ابننا ما ينفعش. محمود الجوهري ما ينفعش، اجيب لكم مين؟ طيب اجيب لكم مين؟ شوف لنا. الراجل صعب معاكم كاس العالم 90 وانتوا مشيتوه رجعتوه تاني، اعمل لكم ايه؟ ما ينفعش. طيب طلع ورقه وقلم واكتب. بص يا سيدي، المره دي هجيب لكم خبير جديد. حلو. بس المره دي هنعمل حاجه مختلفه بقى. ايه بقى؟ هقول لك انا. معاك سيجاره؟ سيجاره بس عشان سخنا في الكلام كده، ها؟ مستورده؟ ايوه. ماشي يا باشا. والله ربنا يبارك لك. ولو اني ماليش في السجاير بس السجاير غليت. بص يا معلم، احنا المره دي بقى نروح نقول لهم ايه؟ خبير روماني. خبير؟ ليه روماني بقى؟ ليه؟ رومانيا بقى جورج هاجي. يعني هجيب لك ايه احسن من كده؟ بس المره دي بقى نقول لهم حاجه حلوه قوي، تروح في الصحافه تقول لهم يعلموا على كلمه خبير كتير 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 تحت بعض. وحاجه تانية مهمه جدا ان انا بقى هجيب لك ايه، نبني من فوق ومن تحت. اجيب لك خبير روماني للفريق الاول، والجايه بقى دي تقيله للمنتخب الاولمبي، واحد للمنتخب الاول واحد للمنتخب الاولمبي كده. يبقى بص ظبطنا من فوق ومن تحت. اكتب عندك واحد خبير للمنتخب الاول واحد خبير للمنتخب الاولمبي. بعد رحيل الجوهري وكابتن شحته بصوره مؤقته هيجي بقى دلوقتي الدور على خبير روماني اسمه مارسياو رادوليسكو، ومعاه خبير تاني روماني المنتخب الاولمبي اسمه ستايكو. رحله رادوليسكو هتبقى رحله كلها محفوفه بالمخاطر. بدا في الاول في تونس في ماتش ودي قدام منتخب مالطا في كاس اسمه 7 نوفمبر، كسب الماتش، هزيمه من تونس بعدها، وبعدين مجموعه ماتشات وديه مش كتيره خالص لحد بدايه السنه. في حدث مهم جدا هيحصل يوم 2 يناير 1994 المنتخب في اطار استعداداته لكاس الامم الافريقيه هيلعب ماتش قدام غانا في أكرا، وبعد الماتش المنتخب خسر. ويطلع كلام ان الخبير الروماني بيسمسر في اللعيبه وبيساعدهم على الهروب من انديتهم. وهنا مع 2 يناير مع بدايه السنه اقاله رادوليسكو، هابي نيو يير يا عم سعيد. وهنا احنا بنعيش دراما الكره المصريه وهنبتدي نخش في البحث عن مدرب جديد.
وهنا الاستقرار على طه اسماعيل والمساعد بتاعه فاروق جعفر عشان يخشوا المهمه الصعبه جدا كاس الامم الافريقيه 94 في تونس. المنتخب راح يلعب بطوله وديه في الكويت، استقبال عظيم من الجاليه المصريه في الكويت وفرحه رهيبه. المنتخب لعب 3 ماتشات، تألق غير عادي لحسام حسن اللي سجل 3 اهداف. لكن درامه الكره المصريه ما بتقفش عند كده، بعد الرجوع على طول يصدر قرار من الاتحاد الافريقي بايقاف ابراهيم حسن لمده سنه كامله من ممارسه الكره دوليا ومحليا، والسبب ماتش السوبر الافريقي اللي اتلعب في 94 بين الاهلي والزمالك والمشكله اللي حصلت بعد الماتش. وزي ما بيقولوا حسام وابراهيم توأم ملتصق، كانوا زمان يقول لك التوأم لو واحد عطش الثاني عطش. حسام حسن كان زعلان جدا يوم 13 فبراير 94 في يوم رمضاني برضه في ماتش في الدوري مع المصري في استاد المقاولين العرب، خناقه ما بين حسام حسن ومدافع المصري ناصر التليس، حسام يضربه وكمان هو يتوقف. يا عيني طه اسماعيل هيروح كاس الامم الافريقيه من غير القوه الضربه حسام وابراهيم حسن، الراجل اتحط في وش المدفع. كاس الامم الافريقيه 94 من غير المهاجم حسام حسن، الاعتماد على ايمن منصور وبشير عبد الصمد من الاسماعيلي. الفريق عمل ماتش مميز جدا في المجموعات، كسب الجابون 4 وايمن منصور عمل انجاز انه سجل اسرع هدف في تاريخ كاس الامم الافريقيه بعد 27 ثانيه يوم 2 ابريل 1994 قدام منتخب مالي. منتخب مالي يتقدم بهدف وايمن منصور يضيع اسهل الفرص، هزيمه منتخب مصر وخروجه من كاس الامم 94. اقاله طه اسماعيل بعد بالظبط 3 ماتشات وديه و4 ماتشات رسميه. وهنا بنلف في دوائر والدنيا تلف بينا، وهنخش في مسلسل جديد، اختيار مدرب جديد للمنتخب المصري. انت جيت تاني يا عم، انا زهقت منك صدقني. استنى بقى من غير ما تقول اي حاجه، انا هجيب لك من الاخر. انت طبعا الجدع اللي معاك ده ايه طفش منكم، ما طبعا ما انتوا ما عندكوش سيستم، ما ينفعش الراجل الروماني وما ينفعش الراجل المصري. طب انا هجيب لك بقى الجديد. مفيش احلى من الكره الهولنديه، يوهان كرويف. طحونه الهولنديه بقى ونقعد نلف ونلعب كره اوروبيه بقى، تمام. المره اللي فاتت جبنا خبير روماني للمنتخب الاول الاولمبي، المره دي بقى خبير هولندي للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. اكتب عندك وتبلغ الصحافه وهم بيكتبوا العنوان، اكتب كتير كلمه خبير ومطور، خبير ومطور، عشان يبقى شغلنا على ميه بيضاء. على بركه الله. هتبدا رحله نولد راوتر المدرب الهولندي للمنتخب الاول. الراجل مسك في نص سنه 94، عمل مجموعه مباريات وديه. عايز اقول لك انه مثلا في 27 اغسطس 94 خرج بفضيحه في ماتش ودي على استاد القاهره، خسرنا من زامبيا 4-0، ودي اكبر هزيمه في تاريخ مصر على ملعبها في ماتش ودي لحد دلوقتي ده. هيبدا تصفيات كاس الامم 96، مجموعه فيها السودان، اثيوبيا، اوغندا والجزائر وتنزانيا، مع المساعد كابتن محسن صالح. تعادل مع السودان، كسب تنزانيا 5 وكسب اثيوبيا 5. عنده ماتش يوم 2 يناير 1995 ضد منتخب تونس ماتش ودي، وبعدها هيطلع يلعب الجزائر في الجزائر بعدها باسبوع بالظبط. خساره قدام تونس 2-0. فين راوتر هرب. الراجل قال ان جات له تهديدات من السفاره الهولنديه انه ما يروحش الجزائر، والسبب ان في توتر سياسي في الجزائر وفي تهديد على الجاليات الاجنبيه. الراجل خد بعضه وخلع. قعدت ادور ورا الموضوع ده، اكتشفت ان الراجل ده اساسا كان عامل القصه دي حوار، وهو كان عايز يرجع تاني لهولندا لان جاله عرض من نادي اوتريخت، النادي اللي كان بيدربه قبل كده في الثمانينيات. وخلصت بسرعه رحله المدرب الهولندي نولد راوتر، وبسرعه هيتولى محسن صالح المهمه مؤقته قدام الجزائر في الجزائر يوم 7 يناير. وتحس ان دايما مع بدايه السنه الجديده في دراما. خسرنا ماتش التصفيات قدام الجزائر، وفي اجتماع لاتحاد الكوره لتحديد المدرب الجديد للمنتخب الوطني. انت تاني السلام عليكم. وعليكم من غير بقى ما نقعد نتكلم كتير، هو عملها معاك وهرب. ايوه ما بطلش العاده المهببه اللي فيه دي. طيب بص يا سيدي عشان نخلص، مين كان المساعد بتاعه؟ محسن صالح ابننا. ولدنا. خلصت، هنقعد ندور بره ليه؟ مدرب جديد كادر شاب، راجل بقى ايه، لعب في انديه ولعب في الاهلي وبتاع، هينزل يلاقي لعيبه من كل المحافظات والاقاليم، وهو ده التطوير الحقيقي للكره المصريه. ابننا. بعد إقالة نولد رويتر ومحسن صالح عمل ماتش واحد كمؤقت، كان قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإعطاء الفرصة كاملة لمحسن صالح، الراجل اللي لعب قبل كده على مستويات عالية في الأهلي وفي المصري، اشتغل كمساعد مع مدربين كتير واشتغل كفريق أول مع المصري والمريخ وعنده خبرات. محسن صالح اتحط مرة واحدة في وش المدفع، وبما إنه كان بيلعب زمان في أقاليم وهو أصلا من مواليد بورسعيد، الراجل كان حابب يعمل انقلاب تام في الكرة المصرية. كان عامل بالظبط زي الفيلم اللي بيقول الغلابة يا حكومة، هينزل يشوف كل أندية الأقاليم ويجيب منها لعيبة. راح على نادي القناة جاب منه 3 لعيبة، طارق فهيم وعبد الله الصاوي واسلام فتحي، ومن الاسماعيليه احمد العجوز، ومن الاتحاد السكندري طارق العشري وعصام عبد العظيم، ده غير المجموعة اللي كانت موجودة. اتعادل مع اوغندا وفاز على السودان في تصفيات كاس الامم الافريقية. لكن فقرة الكابتن محسن صالح لن تخلو من الدراما، لان مصر راح تلعب ماتش مع لبنان في لبنان
شو بحبها كتير لبنان اللي ملهاش في الكوره، والناس هناك ناس طيبه وجميله. هنلعب ماتش ودي مع منتخب نادي الانصار والنجمه، ماتش طبعا الناس هناك والسفير المصري والناس فرحانه. في نهايه الماتش بعد التعادل حسام حسن نجم منتخب مصر يضرب لعيبه كتير من منتخب لبنان، وبعد نهايه الماتش ابراهيم حسن يسحب السلاح من ضابط موجود في ارض الملعب ويضربه بيه. وطبعا المشهد كان صعب جدا جدا. رجع محسن صالح كتب تقرير كامل لمجلس اداره اتحاد الكوره طلب فيه ايقاف حسام وابراهيم حسن، ولكن طبعا الموضوع ده ما عداش مرور الكرام. ابراهيم وحسام حسن اخذوا معاهم محمود ابو الدهب وطلعوا على محسن صالح في بيته، وحصلت عركه جامده جدا، وحسام وابراهيم تعدوا عليه وضربوه. لولا محمود ابو الدهب اللي كان بيحوش كان ممكن يحصل اكتر من كده. محسن صالح يا حرام هيلاقيها من الصحافه ولا هيلاقيها من الجمهور ولا هيلاقيها من ابراهيم وحسام؟ المنتخب هيلعب ماتش يوم 14 يوليو 95 في استاد القاهره. المنتخب اتعادل بجول عالمي لابراهيم المصري، لكن اليوم ده المنتخب داس جامد على محسن صالح اللي قعدوا يقولوا له عيط يا محسن، لان بعد جول مصر ما قدرش يمسك نفسه ودموع نزلت. كمل التصفيات اكتسح تنزانيا بسداسيه، وتخيل معاه ان مصر صعدت قبل نهايه التصفيات بماتشين. محسن صالح كان جريء، دخل عش الدبابير وقدر يكون جيل جديد من اللعيبه، لكن ده ما كانش عاجب الجمهور والضغط عليه كان كبير جدا. لكن انا نسيت اقول لكم حاجه، ان الخبير الهولندي لما جه كان جايب معاه خبير تاني للمنتخب الاولمبي، رود كرول، لاعب تاريخي في منتخب هولندا في الجيل بتاع يوهان كرويف اللي صعد نهائي كاس العالم 74 و78. فشل في الصعود لاولمبياد اتلانتا 96، لكن عنده مهمه انه هيلعب نهائي دوره الالعاب الافريقيه 95 اللي هتتلعب قدام زيمبابوي. جيل جديد فيها حازم امام وعبد الستار صبري وعلي ماهر وعصام الحضري. الفريق عمل ماتش كبير جدا وكسب النهائي 3-1. جيل جديد بيتكون، وهنا اتحاد الكوره هيقترح مقترح جديد تماما. انا زهقت منك من غير ما تكمل، احنا مش هنقعد نرغي كتير. الكرة متقشره على وش رجلك. الراجل الخبير الهولندي اللي جبناه ما هو ماسك المنتخب الاولمبي حقق نتائج. خش يا حبيب اخوك برجلك اليمين. رود كرول ده راجل مطور اداء ومطور فردي ومطور جماعي، مش هنقعد نفكر. يلا على بركه الله. وخبير خبير. بعد فوز المنتخب بدورة الألعاب الأفريقية 95 هنا ظهر مقترح من اتحاد الكورة. واحنا نروح بره ليه؟ احنا نجيب رود كرول بالجيل الجديد ده اللي طالع، جيل كله شباب وحيوية، ويلعب نهائيات كاس الأمم 96 في جنوب أفريقيا. نائب رئيس اتحاد الكورة في الوقت ده كابتن سمير زاهر قعد مع محسن صالح وأقنعه إنه يشتغل مساعد مع رود كرول. قبل في البداية محسن صالح المهمة، وبعديها اعتذر لأنه حس إن ملوش دور. بنفس الجيل ده مصر رايحة تلعب كاس الأمم 96 في جنوب أفريقيا من غير حسام وإبراهيم حسن تاني اللي موقوفين. المرة دي هيعتمد في الهجوم على أحمد الكاس الخبرة، والمهاجم الثاني علي ماهر مهاجم المنتخب الاولمبي، مع حازم امام وعبد الستار صبري مكاسب المنتخب الاولمبي. الحقيقه ان المنتخب عمل بطوله هايله في البدايه، قدر يكسب جنوب افريقيا صاحب الارض، خسر من الكاميرون لكن قدر يكسب انجولا. حازم امام عمل بطوله عظيمه في دور الثمانيه، وفي دور الثمانيه قدام منتخب زامبيا القوي اللي هو وصيف بطوله 94 اتقدمنا بجول عالمي لسمير كمونه، لكن الشوط الثاني حفله من منتخب زامبيا والمباراه في الاخر انتهت 3-1. وده حزين جدا لمنتخب كان عامل كره هجوميه ممتازه، لكن كانت مشكلته انه بيجي في الشوط الثاني الهبوط بتاع اللياقه البدنيه بيخلي الفرق بترجع عليه من المنتدى. وفي النهايه كان اتحاد الكره شايف ان رود كرول عمل حاجه كويسه جدا فلازم يكمل، لكن ضربه الكره المصريه ما بتقفش عند كده. يوم 25 يونيو 96 الاهلي والزمالك في استاد القاهره في ماتش تقريبا هيحدد بطل الدوري. كسب الاهلي 2-0، انسحب الزمالك في النهايه اعتراضا على الحكم ادري عبد العظيم، والانسحاب ده كان معناه في اللائحه هبوط نادي الزمالك، لكن طبعا لا الاهلي ولا الزمالك ينفع يهبطوا. وهنا تدخل وزير الشباب والرياضه عبد المنعم عماره واقل مجلس حرب الدهشوري كله، وهيعين مجلس مؤقت محمد السياجي. وهنا مع التغير ده هتحصل لازم تغيرات جديده. واهلا بيك في دراما الكره المصريه. انت تاني ما زهقتش؟ خلاص يا عم مش هقول لك اجنبي ومش هقول لك خبير، ابننا معروفه. المره دي بقى عمل لك كومبو ما تحلمش بيه. الاسطوره مع ملك النص، كابتن فاروق جعفر مدير فني، ومحمود الخطيب مدير كوره او مدير المنتخب. يعني دعم جماهيري رهيب، ويحيى الهلال مع الصليب. واشوفك المره الجايه، سلام. وطبعا بعد اقاله اتحاد الكوره جه المجلس الجديد، وبعد شويه تعين كابتن سمير زاهر، وهنا اقتراح بتعيين كابتن فاروق جعفر مدير فني، ومعاه الاسطوره محمود الخطيب كمدير للمنتخب او مدير كوره. معشوق جمهور الزمالك مع معشوق جمهور الاهلي، وهنعمل زي حكومه توافقيه، والناس كلها استبشرت خير جدا بالمنتخب ده. عندنا تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس الامم. تصفيات كاس العالم معنا تونس وليبيريا وناميبيا، وتصفيات كاس الامم المغرب والسنغال واثيوبيا. يوم 6 اكتوبر 96 اول ماتش في تصفيات كاس الامم قدام
قدام المغرب، المنتخب داخل في يوم اجازه والجمهور مالي الملعب، وبحماس انتصارات اكتوبر مصر تتعادل في اخر ثانيه بجول لحسام حسن. تاني ماتش 12 يناير 1997 في استاد المنزه في تونس، وده اول ماتش في تصفيات كاس العالم، والتقدم بهدف لزبير بايا. ومن بعد الماتش ده تحس حصل حاله احباط عام، وكأن مصر خسرت التصفيات، مع ان ده كان تاني ماتش في التصفيات. مصر كسبت الماتش الاولاني، يعني كده تونس معاها 6 نقط ومصر 3 نقط، يعني لسه التصفيات عليها 4 ماتشات والامل موجود. مصر بعديها هتلعب ماتش في تصفيات افريقيا ضد اثيوبيا. حصل مشكله كبيره في السفر، اللعيبه فضلت 12 ساعه في المطار. كان قبلها ماتش ودي مع الكويت، وفاروق جعفر في الاهرام كتب ده اكبر درس اخدته في حياتي، خسرنا في الكويت وتعادلنا في اثيوبيا. موقف الصعود لكاس الامم بيتازم، وموقف كاس العالم الناس مش مرتاحه ليه. كابتن محمود الخطيب حكى قصه ان هو كان قاعد مع اتحاد الكوره بيحطوا استراتيجيه الفتره اللي بعدها، نزل الشارع لقى فرشه الجرايد في الشارع، الراجل بيندهه وقال له الحق يا كابتن دول مشوه خلاص وهيجيبوا محمود الجوهري. محمود الخطيب رجع قدم استقالته وقال لهم انا مش هينفع اكمل، ورجع كل الفلوس اللي اخدها لانه حس بالاهانه، ان ازاي انت بتقعد معايا في الاوضه تقول لي انا بستعد معاك للبطوله اللي جايه، والناحيه الثانيه انت بتتفاوض مع محمود الجوهري. اهرام في الصفحه الاولى السيد رئيس الاتحاد السيد امين الصندوق بيجيبوا مدرب وجهاز جديد من عمان، وانا لسه في الاتحاد. استغربت ايه هو الرد اللي ممكن ارد بيه على اسلوب اداره بهذا الشكل؟ ليه ما فيش مواجهه؟ حقهم المشروع احنا مش عايزينكم، لكن حقنا احنا عليهم يحترمونا. ايه اللي جابك تاني؟ انا ليا غيرك؟ عايز ايه؟ عايز مدرب جديد. هنشوف نعمل ايه بقى. طلع ورقه وقلم واكتب. اهو. بص انا عندي فكره جديده. مين؟ رجع الجوهري. ياه. اقفل كده الراوتر وافتحه تاني. ابننا محمود الجوهري. ابننا كابتن محمود الجوهري استلم المهمه، عنده ماتش مصيري قدام ليبيريا في تصفيات كاس العالم. الماتش هيتلعب في غانا لان ليبيريا فيها حرب اهليه، منتخب ليبيريا كله على بعض 10 خشبات، وجورج واي احسن لاعب في العالم. ابراهيم حسن حكى ان الكابتن الجوهري عمل كل المحاضره على مهاجم المنتخب جورج واي. الضغط كان كبير جدا على الجوهري، واول ما اتسال كان ليه حوار في الاهرام بيقول فيه لست مدربا دفاعيا لكني اسعى لايجاد التوازن المطلوب. دايما الناس كانت بتتهم الجوهري ان هو مدرب دفاعي، لكن هو كان بيقول لهم انا عايز العب بتوازن. 4 ابريل 97 في اكرا في غانا، ماتش غريب جدا لان منتخب ليبيريا ما كانش لاقي لعيب يلعب باك ليفت، جابوا جورج واي المهاجم لعبوه باك ليفت. والغريب والعجيب ان جورج واي من ناحيه الشمال يجيب جول في عصام الحضري من خرم ابره ويقعد يعمل له كده. الحقيقه ان هو ما كانش بيعمل له كده لان الكره حلوه، انا كنت حاسس انه بيعمل كده لانه بيقول لهم هي بالمخ مش بالعضلات، اللي انتوا عمالين تعملوه في الكره المصريه ده عك في عك. تأزم تماما موقف مصر في الصعود لكاس العالم. ومن الماتش ده الجوهري قرر انه ينزل بمعدل الاعمار. اسماعيل يوسف واحمد الكاس ولاده من ايام كاس العالم قرر انه مش هيستدعيهم تاني وهينزل بمعدل الاعمار. حرب جامده جدا على الجوهري في الجرايد. ياسر ايوب كتب جورج وايا خدع الجوهري. راحت مصر بعديها لعبت ماتش قدام ناميبيا بره ملعبها، تألق حسام حسن، ماتش خلص 3-2. والجوهري كتب بعدها ان الماتش ده ازال كل الاثار النفسيه اللي حصلت في الماتشات اللي قبلها. يوم 8 يوليو 97 مصر وتونس في استاد القاهره، الماتش ده مصر لازم تكسبه عشان يبقى عندها امل في اخر ماتش، لكن اليوم ده الحقيقه خلص 0-0. احتفالات رهيبه لمنتخب تونس في الملعب لان كده تونس كمان مش محتاجه اخر ماتش وصعدت لكاس العالم. بعدها بساعه واحده كان في ماتش ودي بيتلعب في استاد دي جيرلون اللي هو الاستاد اللي ضيع فيه مجدي طلبه فرصه الصعود مع زيمبابوي في 94. بطوله وديه بتتلعب في فرنسا تمهيد لكاس العالم 98 ما بين 4 منتخبات، ايطاليا، البرازيل، فرنسا، انجلترا، في نفس الملعب اللي مصر قدمت فيه ماتش سيء هيتعمل في ماتش للتاريخ، ايطاليا والبرازيل، خلص 3-3. رونالدو الظاهره جونين وديل بيرو جونين. ماتش ممتع جدا جدا جدا، عشان بعدها ب3 ايام بالظبط في الاهرام يوم 13 يونيو 97 يكتب خالد توحيد هل نستطيع ان نلعب كره قدم مثلهم؟ احنا بعاد قوي قوي عن الكره العالميه، ومش بس بعاد عن الكره العالميه. يوم 13 يوليو بعدها بشهر بالظبط في المغرب هنلعب ماتش في تصفيات كاس الامم الافريقيه. مصر دفاعها ما استحملش 70 دقيقه وخسرنا 1-0 عشان موقف مصر كمان يبقى بعيد عن البطولات الافريقيه. المغرب 8 نقط، السنغال كسبت اثيوبيا بقت 8 نقط، ومصر 3 نقط وفاضل ماتشين. مصر محتاجه معجزه عشان تصعد اصلا لكاس الامم 98 في بوركينا فاسو. بعد هزيمه المغرب في المغرب 1-0 كده كان فاضل ماتشين على الصعود لكاس الامم والفرصه ضعيفه جدا. وهنا النار تحت الرماد في 5 شارع الجبليه. الدنيا مقلوبه في اتحاد الكوره وخلاص اتحاد الكوره هيجتمع والنيه مبيته لاقاله محمود الجوهري، لكن هنا ظهر بطل، وللامانه هو اكيد ما يعرفش ان هو بطل. رئيس بعثه المنتخب اللي كانت موجوده قبلها في دوره وديه في كوريا وبعد كده ماتش المغرب اسمه طلعت فواز. الراجل ده كتب في تقريره كلام ايجابي جدا جدا عن محمود الجوهري وقال فيه ان النتائج اللي حصلت سواء في دوره كوريا او في ماتش المغرب لا تنم تماما على المشروع اللي بيقدمه الجوهري بدا يعتمد تماما على لعيبه صغيره وبينزل بمعدل الاعمار، والاستثناء الوحيد هو حسام ابراهيم حسن. غير كده هو شغال بمجموعه لعيبه صغيره وان المستقبل جاي للفرقه دي.
وسبحان الله بسبب التقرير ده الدنيا هديت في اتحاد الكوره، وكان اللي بعده الاستعداد لماتشين السنغال ثم الماتش النهائي ماتش اثيوبيا. مصر هتلعب ماتش قدام السنغال في استاد القاهره ومحتاجه تكسب، لكن الجوهري قرر انه ياخد اللعيبه ويروح اسكندريه عشان هجوم الجماهير. مصر تكسب السنغال 2-0 بجولين منهم جول عالمي لحازم امام، وكده اخر ماتش مصر لازم تكسب اثيوبيا بعدد اهداف كتير، لان في الحاله ان السنغال اتعادلت مع المغرب هيبقى في تعادل في النقط والاهداف هي اللي هتحسم، او المغرب تقدم لنا هديه وهي اللي تكسب السنغال. لكن المصائب ما بتجيش كده مره واحده. بعد الاشارات اللي عملها ابراهيم حسن في ماتش المغرب في المغرب، مجلس اداره اتحاد الكوره يقرر تاني يوقف ابراهيم حسن لمده سنه واحده. اخر ماتش هيتلعب مصر ضد اثيوبيا في استاد اسكندريه، والناحيه الثانيه السنغال هتلاعب المغرب في المغرب. مصر تكتسح اثيوبيا 8-1، والناحيه الثانيه المغرب تقدم هديه في مصر، جولين لبصير وجول لسعيد شيبه ويكسبوا 3-0، ومصر تصعد في معجزه لكاس الامم الافريقيه. بعد الماتش الجوهري متشال على الاعناق، وكأن المصريين عايزين يقولوا للمغرب شكرا، المغرب هي كانت السبب صعودنا للبطوله. وبعد ما كانت اقاله الجوهري في الدرج كده كل الناس سكتت، وبعدها ماتش اخير في تصفيات كاس العالم ملوش لازمه قدام ليبيريا واكتساحهم 5-0، وكأن فجاه الدنيا بدات تهدى بعد ما كان خلاص الجوهري على اعتاب الرحيل. ربنا معاك يا جوهري، ربنا مع كل مصر ومع كل العرب. لأول مرة قبل ما نعرف ايه اللي حصل في كاس الامم الافريقيه والاستعدادات ليها، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات. تاني حاجه ما تنساش ان احنا عملنا جروب فيسبوك، هسيب الرابط بتاعه تحت. تالت حاجه ما تنساش ان احنا فعلنا خاصيه ثانكس اللي من خلالها تقدر تدعم القناه عشان تقدم نفس المحتوى بنفس الجوده. اخر حاجه استخدمت مصادر كتيره من مقالات كتيره في مواقع زي في الجول وكورابيديا، واستخدمت مصدر مهم هو فيلم عملوه في الجول عن كاس الامم الافريقيه 98. وحاجه تاني مهمه ان انا استخدمت ارشيف الاهرام الرياضي في اخر سنتين عشان يبقى مصدر قوي جدا بالتواريخ ويحكي كل حاجه حصلت بالترتيب. الحقيقه ان انا لما قعدت ادور قبل استعداد البطوله كان الاتحاد المصري بيعمل ايه، لقيت خبر غريب جدا يوم 27 يوليو 97 ان اتحاد الكوره بيقترح ان احنا نلعب ماتش ضد البرازيل، لكن في الخبر بيقول ان الجوهري رفض، ورفضه ده سببه ان الجوهري في وجهه نظري كان خايف كل مكتسبات الاخيره اللي حصلت في ماتش اثيوبيا وماتش ليبيريا تضيع كلها لو خسرنا قدام البرازيل، وهو محتاج المعنويات تبقى عاليه. هيلعب مجموعه ماتشات وديه، في اول ديسمبر هيلعب ماتش قدام غانا، وبعد كده قرر ياخد اللعيبه معسكر في اسوان هيلعب فيه ماتشين، ماتش ضد توجو وماتش ضد الجزائر. طبعا انت زمانك بتسال ليه الاول الماتش في اسوان، وهو الخبر برضه هتلاقيه موجود ان في ديسمبر 97 حصلت حادثه ارهابيه الدير البحري مات فيها 70 سايح ضحيه، ودي كانت بتاثر جامد جدا على السياحه. ففي وجهه نظري ان الجوهري كان عايز ياخد اللعيبه يوديهم اسوان يحسسهم قد ايه ان دورهم في المنتخب منتخب وطني، وفي نفس الوقت تبقى تشجيع للسياحه. تاني حاجه اختار الجزائر وتوجو عشان بيدور على فرق شبه اللي هيلعبها في كاس الامم، هيلعب المغرب فكان عايز يلعب الجزائر. الجوهري هيعمل ماتشين هنا وبعدين ماتشين تاني، فعنده 4 ماتشات. كان بيقول ان الماتشات دي هي بالظبط استعدادات للعيبه هتشوفوا بوركينا فاسو. اكتساح توجو 7-2 وحتى المدافعين سجلوا، لكن لاحظت خبر كده ان رغم ان المنتخب اكتسح الا ان كابتن محمود الجوهري عمل عقوبه على علي ماهر مهاجم الفريق لانه كان شايف انه بيتدلع وبيضيع فرص. طبعا كانت ساعتها 200 جنيه سنه 97، يعني بتتكلم دلوقتي مثلا كانهم 20,000 جنيه. ماتش الجزائر طبعا مهم لانه بروفا الماتش المغرب. الحقيقه ان المنتخب في اسوان خسر 2-1 منهم جول للعيب اسمه بن عماره من الجزائر، جول حلو جدا خدع بيه عصام الحضري بالظبط زي اللي جورج واي عمله. منتخب مستوى غير مطمئن بالمره. هنرجع القاهره هنلعب ماتشين، ماتش ضد الكاميرون وماتش تاني ضد الجزائر. سمير زاهر قبلها رئيس اتحاد الكوره قال احنا وفرنا كل حاجه للمنتخب وفي انتظار النتائج الجيده. المنتخب قدر يكسب الكاميرون لكن تاني قدام الجزائر خسر 2-1، اداء غير مطمئن بالمره. وكمان في نهايه الماتش الجمهور بدا يزوم على حسام حسن اللي ضيع فرص كتير، وتحس ده حتى في الاجواء وهو بيضيع وانت سامع صوت الجمهور من حواليه. الجوهري بعدها قرر ياخد المنتخب لمعسكر مغلق تماما في تايلاند. طبعا الدنيا قامت في اتحاد الكوره ليه عايز تايلاند، وبدا يتفاوض مع اتحاد الكوره انه رحل ميعاد المعسكر يقدمه اسبوع، وهنا معناها ان هيبقى في تاجيل لماتشات الدوري. حصلت مشكله وفي الاخر المعسكر هيطلع من 20 يناير لحد اخر الشهر، وبعديها هيطلعوا على بوركينا. رغم الاحباط الشديد من النتائج لكن الجوهري كان فرحان جدا، وكان اهم حاجه عنده الضغط البدني اللي عمله على اللعيبه في ال4 ماتشات اللي ورا بعض دي، لان هو عمل ال4 ماتشات في 8 ايام بالظبط، يعني كل 48 ساعه ماتش. وهنا اول الفصول البايخه تحصل في معسكر تايلاند. اتحاد الكوره كان مبلغ الجهاز الفني ان اسماء القايمه هتتبعت يوم 26
23 يناير يتفاجئوا هناك ان الاسماء هتتبعت يوم 24. وهنا المدير الاداري للمنتخب سمير عدلي في مطب بسرعه هيبعتوا القايمه، لان لو ما اتبعتتش يوم 24 المنتخب هيدفع غرامه $3000 وهيتشال منه اسمين من ال 22. وده يوريك قد ايه في تخبط في اداره الكوره. كتبوا في الاخر القايمه المنتخب لعب 3 ماتشات وديه، تايلاند وكوريا والدنمارك للشباب وصعد للنهائي، خسر قدام تايلاند بضربات الترجيح. حسام حسن ضيع اخر ضربه ودي كانت حرب جامده جدا. الناس ما كانتش عايزه حسام حسن في المنتخب اللي في 13 اسبوع في الدوري جاب جونين ومع المنتخب اهدافه قليله جدا والناس كانت بتطالبه بالاعتزال. الجوهري لتاني مره اصر انه يعمل 4 ماتشات في 8 ايام عشان يضغط اللعيبه بدنيا، واتكلم بعديها قال ان احنا مشكلتنا في الاساس بدنيه. الناس كانت بتهاجمه جامد على سوء المستوى لكن هو كان مبسوط وبعت تهديد للعيبه، قال اللي مش هيلتزم هستبعده. وفي النهايه اتبعتت قائمه المنتخب. وطبعا اي قائمه لاي فرقه بتتبعت بيحصل بعديها بلبله وقلبة وش. حراسه المرمى نادر السيد وعصام الحضري واحمد صبري من المقاولين، ناحيه الشمال محمد عماره ومحمد يوسف، في قلب الملعب سمير كمونه ومدحت عبد الهادي وعبد الظاهر السقا، مدافع بديل بيلعب في كل المراكز عمرو فهيم مدافع من اسوان، وناحيه اليمين ياسر رضوان. ياسر ريان لعيب جوكر بيلعب في الباك اليمين او في الباك الشمال او في وسط الملعب. هاني رمزي وسامي الشيشيني واحمد حسن وطارق مصطفى، وقدام عبد الستار صبري وحازم امام، وخط هجوم طبعا حسام حسن ومعاه 3 مهاجمين خبرتهم الدوليه قليله، اسامه نبيه وعبد الناصر محمد من المقاولين، ووليد صلاح عبد اللطيف من المنصوره اللي كان سنه صغير جدا ساعتها. 2 محترفين في المانيا، محترف في ايطاليا ومحترف واحد في النمسا. القايمه اصلا لا تبشر بالخير. عصام الحضري في الماتشات الوديه سيء، نادر السيد في البدايه كانش عايز يروح المنتخب، احمد صابر حارس مرمى المقاولين قلش في ماتش غانا والناس كانت بتتريق عليه، حسام حسن ما بيسجلش، حازم امام حبيس دكه البدلاء في اودونيز الايطالي، عبد الستار صبري يا دوبك بيلعب اول موسمه في اوروبا وما بيشاركش. يعني لو في 2 محترفين كويسين هم هاني رمزي وياسر رضوان، وبقيه المنتخب ما حدش معول عليه اي حاجه. لكن الجوهري كان بيركز جدا انه ينقي لعيبه بتلعب في مراكز كتير، محمد يوسف واحمد حسن وطارق مصطفى وسامي الشيشيني وهاني رمزي وياسر ريان، كل دول لعيبه متعدده المراكز. يحصل خبر غريب جدا ان ايقاف ابراهيم حسن يترفع، وهنا يكتب في الاهرام ان انا تحت امر الجهاز الفني. لكن الغريب ان الجوهري رغم انه بيعشق ابراهيم حسن اصر على استبعاده لانه ما كانش جاهز معاه. ودي حاجه تخليك تفكر ازاي الجوهري كان قادر يقنع حسام حسن انه يلعب بنفس الحماس من غير اخوه. استبعاد علي ماهر، رضا عبد العال، خالد الغندور ومحمد صبري، واخيرا وليد صلاح الدين اللي كان بيلعب معاه في الماتشات الوديه. لكن خلاص الجوهري كان شايف ان القائمه دي اللي هتروح معاه، والى بركه الله والسفر الى بوركينا فاسو بالجهاز الفني. الجوهري مدير فني، فتحي مبروك المساعد بتاعه من ايام 90، علاء نبيل اللي كان مساعد رود كرول بقى موجود معاه وابن المنتخبات، فكري صالح مدرب حراس مرمى، الدكتور احمد مجاهد، علاء شاكر اخصائي تاهيل وعلاج طبيعي، واخيرا حسنين حمزه مدلج. ده الجهاز بالكامل اللي كان مسافر. بس طبعا انت زمانك بتسال سؤال، طب بما ان ارشيف الاهرام كان معاك والجرايد وكده، الجرايد كانت بتقول ايه قبل السفر؟ يوم 26 ديسمبر لقيت خبر غريب جدا في الاهرام مكتوب على جنب كده ومفيش اسم صحفي اصلا، بيقول ان مدرب فرنسا يوافق على تدريب مصر بعد كاس العالم 98. دخلت كده اقرا الخبر، مبدئيا مدرب فرنسا هو كان ايمي جاكيه، لكن الخبر بيقول ان روجير لومير هو اللي مستعد يدرب مصر بعد كاس العالم 98. والخبر غريب جدا لان في واحد اسمه احمد هاشم، ده مدرب ناشئين بيشتغل في نادي في فرنسا، بيتكلم عن مزايا الكره الفرنسيه وان تدريب فرنسا للمنتخبات افريقيا طور منها، وان روجيه لومير المدرب اتكلم معاه قال له ان ازاي المنتخب المصري ما بيروحش كاس العالم بالمواهب الموجوده دي، انه شيء لا يصدق عزيزي، اللاعب المصري يمتلك الجوده والذكاء ولا تنقصه الا اللياقه البدنيه. تخيل مدرب رايح يلعب كاس الامم الافريقيه وبيتقال عليه كده في الصحافه. في صحفي اسمه محمد الخولي كاتب خبر بيقول لماذا فرض الجوهري الواقع في معسكر تايلاند. يوم 6 فبراير اتحاد الكره بيقول ليس لدينا ما نخسره في كاس الامم الافريقيه. وفي نفس التقرير ده سالوا يوسف الدهشوري حرب الرئيس السابق، قالوا له ان مصر خرجت من افريقيا 96، شخط فيهم وقال لهم انتوا فاكرين نفسكم عندكم الرياده؟ مصر لا تمتلك تاريخا كرويه من الاساس، كلهم على بعض 3 افريقيا منهم مرتين ايام الابيض واسود. سمير زاهر رد عليه في التقرير قال له انا متفائل وبشده، مصر ليها الرياده في تاسيس الاتحاد الافريقي، كل اللي بينقصنا التوفيق وده اللي بيخسرنا بطولات، ومع ذلك لو خسرنا مش مهم، كل اللي صعدنا فيهم كسبنا 3 مرات من 16 بطوله. في الاهرام برضو في الوقت ده الصحفي اكرم يوسف عامل تقرير العالم يجيب هل يمكن ان تفوز مصر بكاس الامم الافريقيه، وجايب 5 وكالات انباء عالميه بتتكلم ان مصر كده كده هتخرج بره لصالح المغرب وزامبيا. طبعا الجوهري بعد اللي شافه ده حس بطعنه جامده جدا في ظهره، وازاي الصحافه بتاعتنا بتسرب كل الاخبار دي. هو كمان كان بيناور للصحافه، بيحاول يرد عليهم ساعات تانية كان بيقفل على لعيبته ما يتكلمش، لكن كان بيروح بيقول لهم احنا رايحين ناخد البطوله. اتحاد الكوره اللي بيقول لك احنا وفرنا لهم كل الامكانيات. كابتن فكري صالح مدرب حراس المرمى حكى ان الجوهري كان بيجري وراهم عشان عايز ملابس للمنتخب، والتوقيع بتاع وزاره الشباب كان متشال من رئيس الوزراء، حاول يقابل رئيس الوزراء الجنزوري عشان ياخد منه فلوس، وفي النهايه واحد من محبين المنتخب هو اللي اتبرع بهدومه، الجوهري هو اللي راح نقاها بنفسه. وطبعا اختياره للتيشيرتات واهتمامه بيها، وكان دايما بيقول لهم انا ما بحبش ان انا اجيب لبس شكله حلو قوي للعيبه عشان اللعيبه بتهتم باللبس اكتر ما
بتهتم بالملعب، الجوهري كان بيهتم بكل تفصيله. بتوجيهات من الجوهري للكابتن سمير عدلي حط قائمه للمنتخب بترتيبه في البطوله ما كانش مقصود خالص، لكن اتحط مصر في المركز ال13 وهنا قامت الدنيا وما عادتش. ازاي الجوهري بيقول ان احنا هنطلع المركز ال13 وفي الحقيقه ان هو ما قالش كده خالص، لكن هي اتفهمت غلط. الجوهري استغل ده وقال حلو، مصلحه هتشيل الضغط من على لعيبتي، عايزين تصدقوها صدقوها. لكن كان بيروح يقول للاعيبته في الاوضه المغلقه انا رايح اكسب البطوله. تصريح في الاهرام بيقول ان اللاعبين يرفضون تصريح الجوهري. طبعا انا متاكد ان اللعيبه ما قالتش كده، لان الجوهري كان عنده من السيطره على اللعيبه ان اللعيبه بتصدقه جدا. وقبل السفر الى بوركينا فاسو كابتن سمير زاهر في تصريح الامل قائم حتى المربع الذهبي، وده طبعا يعني ايه احلام كبيره جدا ان احنا اصلا نطلع المربع الذهبي، ما حدش حاطط امل. لكن الفصول البايخه ما وقفتش. قبل السفر بيوم واحد هادي خشبه يعتذر عن السفر للمنتخب بسبب مرض ابنه. الجوهري لما اتسال قال لهم مش هدفع الغرامه وبدله، انا مش شايف ولا لعيب عنده مواصفات هادي خشبه يقدر يتبدل مكانه. طبعا انت زمانك بتسال مين هادي خشبه ده، للي ما حضروش هادي خشبه من احسن لعيبه الكوره في مركز 8، من احسن اللعيبه اللي كانت بتربط الخطوط ببعض. وفي استفتاء في جورنال اهرام ابدو اللي هو الاهرام الناطق باللغه الفرنسيه سنه 97 اخذ احسن لاعب في مصر في الاستفتاء ده. لكن الجوهري ما كانش شايف له بديل، والمنتخب الوحيد اللي هيروح ب 21 لعيب هو منتخب مصر. واخر حاجه تقرير عامله حسن المستكاوي عن اللعيبه المقموصه من الجوهري، ازاي بعد استبعاد هاني خشبه ما ياخدش خالد الغندور او محمد صبري او وليد صلاح الدين. لكن الجوهري كان متمسك جدا برايه، وفعلا الطياره على بركه الله هتطلع على بوركينا. على نبيل حكى انه كان قاعد في الطياره ماسك مجله بيفتح لقى موجود فيها استفتاء على اعتزال حسام حسن. الراجل بيقول انا فجاه حسيت بهوا سخن من ورايا، ببص لقيت حسام حسن دخل دماغه من بين الكرسيين وبيبص، وهنا حصلت مشكله كبيره. كان عايز يقوم يتخانق مع الصحفي اللي كاتب كده معاه في الطياره، راح بلغ محمود الجوهري. انا يعني حاسس في هوا سخن في ظهري من ورا، فببص كده لقيته مين؟ حسام حسن. فشافني فرحت عامل مجله قفلتها، فلقيته بيمد ايده عشان ياخدها، رحت انا ايه بعدها وهو بقى ايه بيلف، رحت جاري على كابتن جوهري كان قاعد قدامه، قلت له الحق في كارثه ورا. والحقيقه عايز تستفيد من الموقف ده الوحيد الاجابه عند الجوهري. الجوهري اخد حسام حسن ساعه ونص في الطياره عمال يشحنه انه يروح يرد على الناس دي كلها في الملعب. واول ما وصلت البعثه قاعدين في مكان سيء جدا لدرجه انه كانوا بيقولوا انه عامل زي المقابر. حازم امام كان معترض وبيقول المكان وحش جدا. الجوهري دخل شخط فيهم كلهم، قال لهم يا بهواتي احنا مش جايين نتدلع، احنا جايين في مهمه قوميه، احنا جايين نكسب البطوله. المكان لو شكله وحش حاول تخليه حلو. وبذكائه قدر يقنعهم يعملوا مسابقه على احسن اوضه موجوده هنا، وبدات اللعيبه تتحرك واللي يروح يجيب زرعه واللي يروح يزين الاوضه، وكان بيدي بوكيت ماني لكل لعيب من اوضته نظيفه، وكان بيحط لهم ميزان كل يوم الصبح اللعيبه تتوزن عليه. الجوهري كان دايما بيحول كل الحاجات السلبيه لحاجات ايجابيه. الكل في انتظار اول ماتش في البطوله قدام موزمبيق يوم 10 فبراير 98. يوم 10 فبراير الصبح تقرير في الاهرام غريب جدا بيقول في حاله خروج المنتخب تسريح المنتخب كله واقاله الجوهري. وسؤال في الاخر ماذا لو حقق المنتخب مفاجاه، وكانهم متضايقين ان المنتخب اصلا ممكن يعمل نتيجه. وصلت البعثه زي ما حكيت وكل المشاكل اللي حكيناها قدر الجوهري يعديها، وهنبدا اول ماتش مصر قدام موزمبيق في افتتاح المجموعه اللي فيها مصر وزامبيا وموزمبيق والمغرب. عبد الستار صبري حكى انه قبل بدايه البطوله الجوهري جابه هو وحازم امام بما انهم كانوا نجوم بطوله 96 واحسن لعيبه في الوسط الهجومي. قال لهم انا هلعب البطوله دي بمهاجم واحد بس، وهلعب بيكم انتوا الاثنين تحت حسام حسن، هعتمد على الانطلاقات اللي من ورا وحسام حسن مهاجم واحد. الجوهري يبتدي تشكيل البطوله دي: نادر السيد حارس مرمى، قصاده 3 مدافعين، سمير كمونه، محمد يوسف مدافع ناحيه الشمال، مدحت عبد الهادي مدافع ناحيه اليمين. الباك الشمال هيبدا اول ماتش بياسر ريان، والباك اليمين ياسر رضوان. هاني رمزي قدامه احمد حسن، قدامه 2 عبد الستار صبري، حازم امام، وقدامه حسام حسن. وهيبدا على الدكه بقى طارق مصطفى وعبد الظاهر السقا، محمد عماره، وبقيه اللعيبه المهاجمين. هو كان مقتنع بحسام الفورمه الوحيده اللي في الفرقه كلها. والحقيقه ان بدايه البطوله كلها حيويه رغم عدم توقع اي حد باي حاجه. بعد دقائق معدوده يوريك قد ايه الجوهري مدرب كبير. ضربه ثابته اتعملت بشكل تكتيكي رهيب وصلت لاحمد حسن في النهايه ضيعها، لكن بعد 14 دقيقه بالظبط حازم امام على طريقه البلاي ستيشن اللي كان جايبه وكان ساعتها اختراعه بيلعبوا بيه بيتسلوا بيه، عمل كره تشيب من فوق الجون ونزلت هنا لحسام حسن ويحط الكرة بشماله. وحسام وفرحة رهيبة بيرد على كل الناس اللي قالت عليه انه لازم يعتزل كورة. هو حازم ما بيلعبش غير اللعبة دي في البلاي ستيشن. قلت له دي كرة بلاي ستيشن. قال لي شفت؟ قلت له طب كان حسام كان على طول. قال لي بس هي لقيتها حلوة رحت حطيتها. فرحه كبيره لحسام حسن اللي كان بيروح دايما عند مقصوره الصحفيين بيحط ايده ورا ظهره كانه عايز يقول لهم انا مؤدب، انا هرد عليكم بالاجوان. بس قبل الشوط الاولاني ما يخلص اوفر عالمي من ياسر رضوان وينزل حسام حسن كانه راجل حاطط الشيشه ورايق ونازل يحط الكره بدماغه. جول عالمي جدا. حسام حسن صام وفطر مره واحده بجونين. فرحه رهيبه. ومع نهايه الماتش ده نادر السيد تالق وشال كتير جدا جدا. الناس كانت فرحانه. كابتن شوبير في التعليق كان سخن جدا رغم من الاداء الكويس في الافتتاح ده، الا ان جريده الاهرام تاني يوم كاتبه عنوان كبير: السلبيات
السلبيات اكثر من الايجابيات. الجوهري لما اتكلم قال ان الحر مأثر على اللعيبه شويه، ادونا شويه وقت وهنتفادى كل ده. تاني ماتش قدام منتخب زامبيا وصيف كاس الامم 94، والفريق اللي خرجنا من كاس الامم 96 بعد ما كسبونا 3-1 كالوشا بواليا وكيفن ماليتولي وبقيه الفريق اللي كان دي حقبه ذهبيه لمنتخب زامبيا. المره دي كابتن الجوهري عمل تغيير وهيشيل ياسر ريان في الباك الشمال، ما اداش كويس، ومن الماتش ده هيتثبت محمد عماره كباك شمال وبقيه التشكيله زي ما هي. وكما توقع كل الخبراء اللي كانوا قلقانين من منتخب زامبيا، بدايه قويه لزامبيا وتصدي عالمي من نادر السيد لكره كالوشا بواليا، لكن مع الدقيقه 34 حسام حسن بذكريات اجواله مع الاهلي من كره ثابته يحط جول حلو جدا جدا جدا. منتخب مصر في التحولات مرعب عن طريق الثلاثه احمد حسن عبد الستار صبري وحازم امام، الفريق متكتل وبيدافع كويس، وفي التحولات في ثانيتين بتلاقيه راح على منطقه الجزاء. في الشوط الثاني تفاهم رهيب ما بين عبد الستار صبري ومحمد عماره ناحيه الشمال، عبد الستار يعمل كده واحده كره حواري يرقص ويلف، وفجاه حسام حسن يطلع من تحت الارض وسط 5 مدافعين يحط ببطن رجله، والهدف الثاني لمصر. حسام حسن 4 تجوان في ماتشين. شويه تاني محمد عماره مع عبد الستار 1-2 عالمي، ومحمد عماره بروقان عالي قوي يحط لحسام اللي في قلب الجون والجول الثالث. وهنا كابتن شوبير ينفجر، حقك تفرح وتغني وترقص وتقول انا رقم 9. حسام حسن في ماتشين 5 تجوان، هداف البطوله بدري، فرحه رهيبه. لا يا ابني ليك حق تفرح وتغني وترقص وتقول انا رقم 9. في نهايه الماتش اصابه محمد يوسف ونزل عبد الظاهر السقا وهيكمل بعدها. نهايه الماتش جول عالمي من ياسر رضوان تشيب على طريقه اللعيبه الكبار. فجاه مصر بتكسب زامبيا 4-0، فرحه هستيريه في المنتخب وفي الملعب. محدش كان يتخيل ابدا انك هتروح تكسب زامبيا 4. اول ماتشين 6 اهداف كلين شيت، تألق لحسام حسن، تألق لنادر السيد ولكل اللعيبه، وهنا بوادر لعب المنتخب هتبتدي تبان. خبر في الاهرام لقيته تحت ان سكرتارية رئيس الجمهورية عن طريق العميد ابو الوفا رشوان بتبعت تهنئة للمنتخب وبتعبر لهم ان الرئيس مبارك مبسوط من الاداء جدا. رئيس البعثة حازم الهواري مكافأة لكل لاعب $5000 و$100 من جيبه الشخصي. مصر كده معاها 6 نقط، المغرب 4 نقط، زامبيا نقطة، واخر ماتش في المجموعة مصر هتلاعب المغرب. مصر كده صاعدة، بس الكلام دلوقتي نصعد اول ولا تاني. كابتن الجوهري كان عايز نصعد اول عشان يتفادى مواجهة كوت ديفوار، والاسهل له في وجهة نظره هو ان احنا نلعب منتخب جنوب افريقيا. منتخب المغرب بقيادة المدرب الفرنساوي الخبير هنري ميشيل معاه قائمة منتخب مرعبة فيها 17 محترف من اصل 22، كنت اتكلمت عليهم كتير في حلقة المغرب، هسيب لكم الرابط تحت. كل اللعيبه بتلعب في انديه كبيره في اوروبا، والفرقه دي هي اللي كسبتنا في تصفيات كاس الامم 98، وهي اللي بسببها احنا صعدنا برضو لما كسبت السنغال. على الورق هم فرقه اقوى. قبل الماتش عصام الحضري بيحاول يضغط انه يلعب ماتش المغرب بما انه كده التحصيل حاصل، وهنا حصلت مشكله. فكري صالح مدرب حراس المرمى لما لعب يعمل مشاكل قال له انا هبلغ كابتن الجوهري لو ما التزمتش هرحلك على مصر. في النهايه قدروا يحتووا الموقف. كابتن الجوهري كان شايف ان مركز حراسه المرمى بالذات ما ينفعش تلعب فيه، نادر السيد لازم يلعب، لكن كان عنده كمان فكره ان هريح 2 لعيبه معاهم انذار عشان ما يغيبوش عن ماتش دور الثمانيه. احمد حسن وسمير كمونه مش هيلعبوا، عبد الظاهر السقا هيبدا مكان محمد يوسف المصاب، هيحصل فركشه شويه في شكل الفرقه، ان هاني رمزي هيلعب جنب طارق مصطفى في نص الملعب، وقدام حازم وعبد الستار وحسام حسن، وده بان بسرعه في الاداء. في اول ماتش المنتخب يلعبه في عز الظهر، بعد دقائق معدوده طرد المدحت عبد الهادي ازم الموقف، المنتخب يلعب عدد دقائق كتير راقص لعيب، المغرب كانت افضل والمنتخب كان مهزوز. وفي نهايه الماتش في الدقيقه 90 مقصيه عالميه من مصطفى حجي بتحصل مره كل مليون مره وهدف عالمي. حزن شديد للمنتخب، تقدم منتخب المغرب، وهنا اعتلاء المغرب صداره المجموعه. بعد الماتش هاني رمزي كان متضايق جدا ودخل للعيبه قال لهم اشربوا كوت ديفوار. انا قلت لكم الجوهري دخل في البدايه اوضه اللبس قال لهم وشخط فيهم ما كنتوش قادرين تستحملوا دقيقه واحده وكنا هنطلع اول مجموعه. كابتن الجوهري كان زعلان جدا وحزين، لكن كابتن علاء نبيل حكى قصه غريبه جدا توريك قد ايه الراجل ده كان بيعرف دايما يجدد الدوافع. انه دخل عليه الاوضه بعد ما كان متعصب ومتضايق لقاه مبتسم ومش منور، قال له خير يا كابتن جوهري؟ قال له بص، حكى له ان زوجة كابتن جوهري كلمته في التليفون قالت له وانت زعلان ليه؟ قال لها انا ما كنتش عايز العب كوت ديفوار دول اقوى مننا. قالت له بالعكس انت المفروض تبقى مبسوط لان لعيبتك في الظهر مش هتستحمل الحر، شوف الاداء النهارده كان عامل ازاي، على الاقل انت هتلاعب كوت ديفوار في الملعب بالليل تحت الاضواء الكاشفه، والمفروض ان اللعيبه هتبقى لياقتها احسن. كابتن الجوهري حس ان دي رساله، تفائل جدا ونقل التفاؤل ده للجهاز الفني رغم انه كان خايف جدا جدا من الماتش ده. مصر بقى لها نسختين بتطلع من دور الثمانيه، فشوف التفاؤل، قال لك لا ده هو ربنا بيدينا للبطوله،
عبد الستار صبري حكى ان الجوهري كان مرعوب من ماتش كوت ديفوار بسبب فرق الامكانيات واللياقه، وقعد مع الجهاز الفني وقال لي كابتن فكري صالح مدرب حراس المرمى انا مش هباغت كوت ديفوار، انا مش ههاجمهم، انا عايز الماتش يوصل لضربات الترجيح. وراح لنادر السيد قال له انا طالب منك ضربه ترجيح واحده بس تصدها من الخمسه اللي هيتشاطوا عليك. لكن الحقيقه ان حصل برضه موقف جديد، ان علاء نبيل لقى لعيبه بتحضر شنطتها ومستعده انها تخسر من كوت ديفوار وهتمشي، راح لكابتن الجوهري قال له يا كابتن انا في حاجات بحلها من نفسي، لكن الموقف ده لازم انت تتدخل، اللعيبه شكلها مستعده انها تمشي. وهنا كابتن الجوهري فكر في حيله، جمع اللعيبه كلها في اوضه الكابتن حسام حسن ودخل لهم قال لهم يا رجاله انا عندي لكم خبرين، خبر حلو وخبر وحش. وهنا تاني كابتن في الفرقه هاني رمزي راح قال له يا كابتن طب ابدا لنا بالخبر الوحش. قال لهم للاسف البطوله هتخلص يوم 28، مفيش ميعاد طيران موجود تماما نرجع بيه مصر غير يوم 1 مارس، يعني احنا كده قاعدين في البطوله. حسام حسن جري عليه قال له طب الخبر الحلو ايه يا كابتن؟ قال له ان رئاسه الجمهوريه والرئيس حسني مبارك هيحط مكافآت ماليه قويه في حاله الفوز بالبطوله. وهنا قلب الموقف وبدات اللعيبه تهمم وتتكلم، كام يا كابتن المكافاه؟ عايزين نعرف كام. خرج من الاوضه على نبيل بيساله كابتن هو ايه الخبر بتاع الطيران ده؟ قال له القصه دي مش حقيقيه، انا الفتها من دماغي عشان اوريهم ان كده انتم مضطرين تقعدوا وبالتالي احنا مضطرين نكسب كوت ديفوار. قال لي هي جت كده خلاص. قلت له حد كلمك؟ فقال ما حدش كلمني. مدرب منتخب كوت ديفوار فرنساوي، تاني مدرب فرنساوي زي اللي كان اتكتب عليه في التقرير قبل البطوله، روبرت نوارزيري، مدرب فرنساوي معاه فرقه تقيله جدا، محترفين معظمهم في الدوري الفرنساوي. بونفنتورا كالو ده بيلعب في نادي فاينورد وده اخو سالمون كالو الكبير، سيريل دومورو بيلعب في نادي مارسيليا ولاحقا لعب في انتر ميلان، ابراهيم باكايوكو مهاجم نادي مونبلييه ولاحقا لعب في نادي اولمبيك مارسيليا ولعب سنين كتير. وخلي بالك من الاثنين لعيبه الجايين دول مهمين جدا، جويل تيهي مهاجم نادي تولوز الفرنسي، الراجل ده هداف كاس الامم 94 وبطل كاس الامم الافريقيه 92، واخر واحد الان جواميني حارس مرمى نادي تولوز. الراجل ده ليه واقعه شهيره جدا انه في كاس الامم 92 اللي خدتها كوت ديفوار صد في البطوله 5 ركلات ترجيحيه زائد ضربه جزاء في ماتش قبل النهائي. وخد التقيله دي، كوت ديفوار كسبت البطوله دي من غير ما يخش فيها ولا جون، فانت قصاد الرعب. فانت فكر كده ازاي كابتن جوهري بيقول لهم انا عايز اوصل لركلات الترجيح قدام الراجل ده. الماتش ده بما ان الاثنين المساكين فيهم مشكله، مدحت عبد الهادي طرد ومحمد يوسف كان مصاب، هيلعب بسمير كمونه ليبرو، قدامه عبد الزار السقا وسامي الشيشيني، ناحيه الشمال عماره، ناحيه اليمين ياسر رضوان، احمد حسن وهاني رمزي وعبد الستار وحازم وحسام حسن. الحقيقه ان الماتش كان متحفز جدا من المنتخب، نادر السيد عمل ماتش كبير جدا، وابرز حاجه في الماتش ده قذيفه من سمير كمونه تسمع صوتها كانت هتقطم العارضه. في النهايه حصلت اصابه لسامي الشيشيني في دماغه، والحكم الدنماركي كيم نيلتون نيلسون رفض انه يكمل الماتش واصر على استبداله بسبب الدم. وهنا كابتن جوهري اضطر يرجع هاني رمزي يلعب مدافع، الفرقه اتفركشت خالص، وفي النهايه نزل ياسر الرياني يحاول يضيع وقت والوصول الى ضربات المعاناه الترجيحيه. كابتن جوهري الله يرحمه قال لي انا عايز ضربه جزاء واحده بس، يعني احنا كلنا كنا بنشوط كويس. والغريب ان نادر السيد بالظبط زي ما الجوهري كان بيتكلم قال لهم انا هصد واحده بس، يا ريت كلكم تسجلوا عشان انا هصد واحده وهنصعد. هيخش المنتخب على ركلات الترجيح وهيبتدي منتخب كوت ديفوار ويسجل الضربه الاولى. وهنا هيخش تاني كابتن للفرقه هاني رمزي، يخش هاني رمزي يحط، والتوتر طبعا كابتن جوهري واقف بره، الراجل تحس ان هو عمره كله بيضيع. كابتن شوبير قاعد قلقان، تاني ضربه يخش برده منتخب كوت ديفوار يحطها، وهنا الدور على ياسر رضوان، وهنا كابتن شوبير والتعليق العالمي عالمي يا ياسر ربنا يخليك يا ياسر، والضربه الثانيه. وهنخش بعد كده على الضربه الثالثه، وهنا هيخش لعيب اسمه ابراهيم ديامونديه قاعد على الارض عمال يربط في الجزمه، وهنا كابتن شوبير قال لك دي مظاهر قلق، بيربط الحذاء بتاعه. على فكره دي كلها مظاهر قلق عشان تبقوا عارفين، مظاهر قلق غير عادي. دخل وصد عالميه من نادر السيد وكابتن شوبير وقعد يقول له يا نادر يا نادر يا نادر يا ابن انت النادر وانت السيد باذن الله. طبعا هنا اللي قاله نادر السيد حق بالظبط كده، فاضل على الحلو تكه، وهيخش سمير كمونه، يلا يا كمونه يلا يا كمونه يلا يا كمونه، وسمير ابراهيم كمونه، و3-2 وخلاص قربت. منتخب مصر محتاج انه يسجل، ومش مهم حتى كوت ديفوار تخش. الضربه الرابعه يخش ابراهيم باكايوكو مونبلييه الفرنسي، ونادر السيد الزمالك المصري يحط ضربه جزاء حلوه جدا. والضربه الرابعه مع طارق مصطفى، محدش عارف طارق مصطفى هيعمل ايه، طارق بسم الله يا طارق يا طارق الله يا طارق. والضربه الرابعه واول طياره من نسخه ابو تريكه بتاعت 2006، وخلاص فاضل ضربه واحده بس، لدرجه ان كابتن فتحي مبروك نزل الملعب افتكر ان الماتش خلص، لكن كان لسه فاضل ضربه واحده. دخلت كوت ديفوار سجلت اخر ضربه مع حازم امام، والغريب انك تفكر انه ما دخلش الكابتن حسام حسن، وده يوريك السيطره بتاعت الجوهري، ان حسام ممكن في ضربه زي دي يقول لك طب انا اللي اخد السوكسي، لكن لا، حازم امام هو اللي متدرب احسن. حازم امام وبسم الله وجول وجول وجول، حازم محمد يحيى الحريه امام، والتعليق الايقوني كابتن شوبير. مصر بتصعد لقبل نهائي كاس الامم الافريقيه لاول مره من 12 سنه. وبسم الله حازم امام
بعد الماتش هاني رمزي جري على علاء نبيل، اخده بالحضن. علاء نبيل بيحكي ان انا ظهري كان هيتكسر من كتر ما حضني، بس مش مهم. كابتن جوهري نزل جري في الملعب كانه شاب صغير. اللي جاي اصعب، لان بوركينا فاسو قدرت تكسب تونس، ورئيس الجمهوريه بوركينا طلع في التلفزيون هن الشعب البوركيني وقعد يقول لهم ان في وعود بمكافآت ماليه رهيبه. لكن زوجة الكابتن الجوهري كانت شايفه صح، المغرب ما قدرتش تستحمل الماتش الحر قدام جنوب افريقيا وخرجت. مصر هتلاعب بوركينا، وعشان تفهم قد ايه كابتن الجوهري خالق جو من التركيز، عيد ميلاد كابتن جوهري ال60 يوم 20 فبراير، الماتش كان يوم 21. رفض تماما الاحتفال بعيد ميلاده، لكن الاحتفال كان بعد الماتش، وهنا عندهم متنفس لحد الماتش اللي بعده. كابتن فتحي مبروك كان بيتكلم عن مشكله في اللياقه البدنيه، لان الفرقه في اقل من 15 يوم لعبت 6 ماتشات. منتخب بوركينا اللي معاه المدرب الفرنساوي فيليب تروسيه، الراجل ده بالمناسبه كان جاي البطوله دي كمدرب مؤقت لانه هيدرب جنوب افريقيا في كاس العالم 98. رجوع لمدحت عبد الهادي، لكن هيلعب جنبه في الدفاع هاني رمزي ورام سمير كمونه، وقدام كابتن جوهري قرر انه يبدا بأسامة نبيه عشان يعمل زي نوع من انواع الروتيشن، وقعد عبد الستار صبري على الدكه، مش هيلعب الماتش ده من اوله. ماتش طبعا صعب، في النهايه انت بتلعب صاحب الارض اللي اكيد التحكيم جزئيا هيبقى معاه، لكن كان غارس فيهم الروح القتاليه وجول كده في الدربكه لحسام حسن، وتقدم لمنتخب مصر وفرحه كبيره، وحسام حسن هداف البطوله. لكن في الشوط الثاني في الدقيقه 71 كانت زي ثمار لمجهود الجوهري واللعب الجماعي، نقله والثانيه والثالثه لحد ما توصل لحازم امام اللي يلعب بكعبه لحسام حسن، ويا سلام يا حازم ويا سلام يا حسام. وتاني واحد من التعليقات الايقونيه اللي عملها كابتن شوبير فعلا بتجسد الكره اللي كان بيحب يلعبها الجوهري، ومصر الى النهائي لاول مره من 12 سنه. فرحه كبيره جدا جدا غير متوقعه بالمره. الحقيقه ان الجوهري قدر يحول كل الانتقادات اللي موجوده في الاعلام الى اشاده. تاني يوم الماتش، لحظه من فضلك للكاتب محمد سيف، ارفعوا القبعات تحيه للجوهري وابنائه. يوم 28 فبراير 98 خد بالك ان ده سابع ماتش للمنتخب في 18 يوم، ضغط بدني رهيب. فاكرين الجوهري لما كان بيقول لهم انا عايز اضغط الماتشات كلها عشان اعود اللعيبه على ده؟ الراجل ده ما عندوش حاجه بالصدفه. وعلى راي المقوله الشهيره اللي بتقول من الصعب ان تصل الى البير ولا تشرب منه، هتلاعب منتخب جنوب افريقيا اللي بيدربه مدرب محلي اسمه جوموسونو مؤقت، لكن معاه منتخب حامل اللقب مارك فيش جوموشو في الماسنجا، وبندك مكارسي هداف كاس الامم مع حسام، كل واحد فيهم جايب 7 تجوان. كابتن الجوهري رجع تاني لعبد الظاهر السقا جنب مدحت عبد الهادي ورام سمير كمونه، والتاني ماتش على التوالي عبد الستار صبري هيقعد على الدكه. لكن الماتش ده عمل تركه، انه بدا بطارق مصطفى وحازم امام تحت حسام حسن، وكان هيعتمد تماما على اللي جايين من ورا، لان الناس كلها مركزه مع حسام حسن وكان عليه رقابه جامده جدا. وطبعا كلنا عارفين بعد دقائق معدوده احمد حسن اللعيب اللي كان يا دوبك بيشق طريقه في الكره المصريه، وجول عالمي من قذيفه، وكابتن شوبير ياخد المايك من المعلق اللي جنبه، فرحه رهيبه. محدش مصدق ان مصر في دقائق معدوده بتتقدم في الفاينل، وبعدها تجسيد لكره محمود الجوهري، نفس الكره اللي حاول يعملها في اول ماتش قدام موزمبيق. المره دي يتغير الوشوش، واسيست عالمي من حسام حسن وطارق مصطفى، مفاجاه الماتش النهائي، وحط جول حلو جدا جدا، مفيش حاجه بالصدفه مع محمود الجوهري. من بعد الجول ده اللي خطفناه في ربع ساعه، تقفيل تماما، تمويت للماتش، مفيش اي محاولات نفعت، ومصر بطله افريقيا 98 في معجزه مع محمود الجوهري. حسام حسن هداف البطوله برصيد 7 اهداف، اقوى هجوم برصيد 10 تجوان، واقوى دفاع داخل فيك هدف واحد، والهدف اللي جه ده كمان هدف هو ظاهره كونيه من مصطفى حجي، في العادي انه ما يجيش. 3 لعيبه في منتخب افريقيا، نادر السيد، محمد عماره، وحسام حسن. استقبال تاريخي للمنتخب في شوارع القاهره، في الاهرام كانوا كاتبين ان كان في 2 مليون مصري في الشوارع، استقبال من رئيس الجمهوريه، فرحه رهيبه من حسام حسن اللي كان رايح قبل البطوله دي بيتقال له يلا تعتزل، ومحمود الجوهري اللي في مره واثنين وثلاثه كان معرض للاقاله في اي وقت. بطوله ايقونيه عالميه، مصر بطله افريقيا، واخيرا نسبيا الرياده بترجع ومصر بتكسب اللقب الرابع وتتعادل مع منتخب غانا. محمود الجوهري يصنع المستحيل. طبعا بعد الانجاز العظيم ده كانت لازم تكمل رحله الجنرال محمود الجوهري، الراجل اللي رجع لمصر الرياده واخد احلى صوره في التاريخ، لانك اخدت صوره بالصعود لكاس العالم 90، وصوره لاول كاس بعد 12 سنه، واول كاس ب 16 فرقه وبتتلعب بره ملعبك. كملت الرحله، كون جيل شجعهم كلهم على الاحتراف زي احمد حسن وعبد الظاهر السقا وطارق مصطفى وسمير كمونه ومحمد عماره، لدرجه انك كنت بتروح تكسب بلجيكا في ملعبها بجول حازم امام. لكن كالعاده الفصول البايخه، كاس القارات 99 والتاني مره زي ما خسر من اليونان 6-1 واقلوه، المره دي خسر من السعوديه 5-1 وتمت اقالته يومها. ورجعت الكره المصريه تاني تدور في نفس الدايره، ورجعوا رجعوه تاني بعد ما جابوا الفرنساوي جيرار جيري المدرب المجهول، رجعوا تاني.
محمود الجوهري عمل تصفيات عظيمه في كاس العالم 2002 هنتكلم عليها لاحقا في حلقات. كان حظه سيء جدا وانتهت رحله محمود الجوهري اللي راح كمل مع الاردن واسس لكره قدم اردنيه ما كانتش موجوده من قبل كده، وانتهت حكايته مع مصر. لكن للامانه بطوله 98 دي بطوله عالميه تاريخيه لازم الواحد يحكي على ملخصها بشكل احسن من كده. ليه؟ بالنسبه لي هي اهم بطوله كاس افريقيا في تاريخ مصر، وده مش مبالغه. اولا دي اول بطوله من 16 فرقه. تاني حاجه البطوله دي اول بطوله فعليا تكسبها بره ملعبك، لان انا ما بحسبش بطوله 57 اول نسخه اللي كانت من 3 فرق. تاني حاجه لاول مره تكسب بطوله باداء وشخصيه بطل فعلا، عكس 86 زي ما قلت ان كسبتها بدافع الجمهور. المره دي انت كاسب البطوله باريحيه شديده. تالت حاجه انك توصل انك مسجل 10 اهداف، احسن حارس مرمى، اقوى دفاع، اقوى هجوم، 3 في منتخب افريقيا. رابع حاجه بقى وده الاهم، خليتك قادر تتكلم عن الرياضه مره تانية بعد ما الرياضه كانت طارت منك سنه 78 بفوز غانا باللقب الثالث. قدرت تاني بعد 20 سنه ترجع الرياده وبقيت زيك زي غانا راس براس. محمود الجوهري هو البطل الاهم في البطوله دي. بس قبل ما اتكلم هو ليه البطل الاهم، عايز اقسمها لجزئين، جزء خارج الملعب زي ما انا دايما بقول وجزء داخل الملعب. الجزء الاولاني جزء خارج الملعب وهو التعامل مع الصحافه. من يوم ما تولى بعد اقاله فاروق جعفر دايما كان في مناورات ما بينه وبين الصحافه، ودايما في جورنال الاهرام كانت في عناوين كده تستغرب هم كاتبينها ليه. هل يمكن ان نلعب كره قدم مثلهم؟ جورجوايا خدع الجوهري، وحاجات كتيره زي دي بتقلل دايما من اي انجاز الجوهري بيلعبه، ودايما تساؤلات انت ليه بتلعب كره دفاعيه. هو كان بيعرف يتعامل مع الصحافه كويس جدا، امتى يرد وامتى ما يردش، وامتى ياخد اللعيبه ويهرب بيهم في معسكرات مغلقه. تاني حاجه الراجل ده كان مميز جدا في اختيار الجهاز الفني، فتحي مبروك الراجل والمساعد الامين بتاعه، علاء نبيل ابن المنتخبات، سمير عدلي رجل المرحله واللي كان بيطمن له جدا، فكري صالح مدرب حراس المرمى والتعامل مع عصام الحضري في الملف الاهم، وسمير عدلي في المشكله اللي حصلت ساعه لما كانوا بيبعتوا القائمه وهو في تايلاند، ازاي تجيب جهاز فني متجانس وتديهم صلاحيات ما يبقوش مجرد ناس بتهز راسهم. علاء نبيل لما رجع له في الموقف بتاع ان اللعيبه بتلم شنطها عشان عامله حسابها هتخسر من كوت ديفوار، ازاي كان بيتصرف، لكن في نفس الوقت لما بيغلب بيرجع للرئيس بتاعه اللي هو الجوهري. التعامل مع اتحاد الكوره، رغم ان اتحاد الكوره من على الوش بيقول احنا واثقين فيه، لكن من جوه هم مش واثقين فيه خالص وبيقعدوا يسربوا كلام زي ان في بديل محتمل من مدرسه فرنسويه، او ان هو مفيش فلوس تجيب بيها اطقم للمنتخب، زي ما قعدوا عنده معاه في معسكر تايلاند وهو كان بيحارب معاهم. كان دايما بيحارب وبيصر على ماتشات وديه متدرجه المستوى وماتشات زي اللي هيواجهه بالظبط في البطوله. خطه الاعداد انه ينقي منتخب الجزائر عشان هيلاعب زيه المغرب، انه مرتين يضغط 4 ماتشات في 8 ايام عشان يضغط على اللعيبه بدنيا ويجهزهم للي هيشوفوه هناك. والحقيقه ان كان له ما اراد، لان من 10 فبراير ل 27 فبراير في 17 يوم تقريبا لعب 7 ماتشات واللعيبه كانت واقفه على حيلها. يكفي ان حسام حسن اللي في سن 32 سنه قادر يلعب 7 ماتشات كاملين من غير ما يتبدل. خامس حاجه انضباط تام في المعسكر وانضباط تام في الملعب، زي بالظبط لما خصم من علي ماهر في الاستعدادات، واول ما راح المعسكر لما اللعيبه اشتكت من المكان بتاع بوركينا ان ازاي كان بيقول لهم ان احنا في مهمه وطنيه. واخر حاجه التهديد بترحيل عصام الحضري اللي كان ممكن يعملوا مشكله في الفرقه. سادس حاجه مهمه جدا الاستفاده من المدربين السابقين، ودي ما يعملهاش الا واحد سوي نفسيا. انك تبقى مدرب قوي فنيا موجود لكن تبقى شخص سوي نفسيا دي قليله جدا. استفادته من كل المدربين السابقين، من لعيبه طلعوهم مع فاروق جعفر ومع محسن صالح ومع رود كرول. قبل البطوله لما اتسال قال ان رود كرول مدرب ممتاز وعمل فريق كويس ينقص اللياقه، ودي حقيقه. اختيار القائمه شيء مهم جدا، زي ما استبعد احمد الكاس واسماعيل يوسف بعد ماتش ليبيريا، بدايه تجربه جيل جديد واعداد لعيبه جديده كان بيدخلهم لعيبه اعمارهم صغيره. استبعاد ابراهيم حسن رغم انه بيقول له ان انا جاهز، والسيطره على حسام حسن رغم انه بيلعب من غير اخوه. استبعاد نجوم القطبين علي ماهر ووليد صلاح الدين ومحمد صبري وخالد الغندور. ضم لعيبه من المقاولين، ضم اسامه نبيه ووليد صلاح عبد اللطيف. لعيب زي عمرو فهيم بيلعب في اسوان ما حدش كان يسمع عنه. واهم حاجه انه دايما بيركز على اللعيبه المتعدده المراكز، محمد يوسف، طارق مصطفى، هاني رمزي، سامي الشيشيني، ياسر ريان، لان اللعيبه دي تقدر تخدمه في كذا مركز وفي مرونه خططيه. مواجهه الحقيقه بقى ان اللعيب المصري لعيب فقير بدنيا غير منضبط في الملعب، وده كان بيخليه بيشتغل على الجانب البدني كويس جدا زي ما انا قلت لكم، وكان بيضغط الماتشات. ما جاش قال لهم انا هلعب كره رومانسيه مفتوحه، هو عارف مستوى اللعيب المصري عامل ازاي. حلو انك تلعب كره هجوميه، لكن الاحلى انك تلعب كره على قد مستواك. لو ما عندكش لعيبه تقدر تنفذ الكره الهجوميه دي يبقى يلعب كره ما اسمهاش كره دفاعيه، اسمها كره متوازنه. الجوهري كان بيلعب حاجه اسمها كره متوازنه، زي ما كان بيقول الاشاعه اللي طلعت عليه من ساعه ماتش ايرلندا دي مش حقيقيه بالمره، لان اللي حصل ساعتها ان اللعيبه بعد نشوه التعادل مع هولندا والاداء ده تحس ان اللعيبه كانت خايفه على المكتسبات دي، فنزلت تدافع قدام ايرلندا ودي ما كانتش
تعليمات الجوهري تماما. الجوهري بيلعب كرة متوازنة، وبطولة 98 هي خير دليل على ده. قفل مساحاتك كويس، العب على التحولات، العب على نقط القوة، العب على الكور الثابتة، حفظ كل لعيب مهام مركزه، وادرس المنافس كويس جدا. ما تلعبش على قوتك انت بس. العامل النفسي كان بارع في العامل النفسي. يوهان كرويف في كتابه ماي تيرن اللي هو كتب فيه مذكراته كان بيقول فيه انا اتعلمت ان انا احول الديس ادفانتجز تو ادفانتجز، احول العيوب الى مميزات. وانا صغير كنت بلعب كوره، لما كنت بلاقي الرصيف كنت برفع الكوره من على الارض عشان اعدي الرصيف. اتعلمت طول عمري ان انا احاول اتجاوز كل الصعوبات، وهو ده اللي الجوهري كان بيعمله. كل مره كان عنده مشكله كان بيستخدم ده لوقود يسخن بيه اللعيبه، زي كلامهم دايما عليه في الجرايد، زي الكلام بتاع حسام حسن لما قالوا له هيبطل كوره اخدوا وشحنوا. ازاي تستغل المعسكر السيء انك تشجع اللعيبه وتقول لهم اللي اوضته هتبقى انضف هو اللي هيكسب معايا. استخدام الحادثه اللي حصلت في الدير البحري وانه ياخد اللعيبه اسوان عشان يحسسهم قد ايه هم مهمه وطنيه. الحافز النفسي كان رهيب عند الراجل ده، بدليل ان سامي الشيشيني ومحمد يوسف الاثنين عندهم غرز في دماغهم ونازلين يكملوا الماتش عادي. المشكله اللي حصلت في ماتش المغرب والخساره المفاجاه، وانه بعد كده قدر يستفيد من كلام زوجته اللي حمسته وحسسته ان لا ده انت ممكن تاخدها كميزه، وحصل فعلا وقدرنا نعدي كوت ديفوار. تاني جزء بقى هو الجزء الفني، انه اختار خطه 3-5-2 بيلعب بليبرو. دايما يتقال لك ده دي خطه عقيمه، لا هي مش عقيمه، هي مناسبه للعيب بتاعك. اهم حاجه ثلاثي الدفاع يكونوا لعيبه اقوياء وطوال، عشان انت هتلاعب لعيبه افريقيا اللي هي اميز منك بدنيا. 3 لعيبه تحت حسام حسن بيجوا من ورا مش متراقبين، لانه مش مقتنع باي مهاجم تاني جنب حسام حسن. اتقان للضربات الثابته زي اللي حصل في ماتش موزمبيق في الافتتاح وما نجحتش، لكن نجحت في ماتش النهائي وكان واحد من احلى الاجوان اللي سجله طارق مصطفى. التشكيل وثباته مهم، التبديلات على اضيق الحدود، حوالي 8 لعيبه ثابتين. بدا بياسر ريان، لما ما نجحش بدا مكانه بمحمد عماره. كان في البدايه محمد يوسف اتصاب، دخل مكانه عبد الظاهر الكويس هيكمل، وكل حد كان بيتصاب اللي بينزل مكانه بيكمل، كان بيثبت التشكيل. التدريب على ضربات الترجيح، وده شيء مهم جدا انك تخش على حارس مرمى زي ألان جوامينيه اللي هو راجل كسب كوت ديفوار كاس 92 بصد 5 ركلات ترجيحيه، وتخلي لعيبتك تتقن ضربات الترجيح لدرجه ان هم يسجلوا 5 من 5. ده الجوهري ده قلبه جامد قوي وبيدرس المنافس بشكل رهيب. حاجه مهمه جدا انه رفض يحتفل بعيد ميلاده قبل ماتش كوت ديفوار، وبعد الفوز احتفل لما قال لهم هناخد المركز ال 13، لكن كان بيقول لعيبته احنا هنكسب البطوله. محمود الجوهري عن التفاصيل، كل تفصيله صغيره كان بيستخدمها انها تفيده فنيا في الملعب. بطوله 98 هي واحده من احلى الحاجات اللي حصلت في تاريخ مصر الكروي، وبطلها طبعا محمود الجوهري اللي عمل المستحيل. هتفضل طول عمرك تسمع في مصر زي الخبير اللي كان قاعد معاكم في الحلقه هنا روشتة علاج الكره المصريه. هيجيبوا لك الالماني والصربي والروماني والهولندي، وكل واحد فيهم هيجي ينظر عليك، وحتى لو هو خبير بس خبير بيجي بيكتفوا له ايده فما بيعرفش يشتغل. عايز الخبير الهولندي او الالماني او الصربي ينجح، هيأ له كل حاجه وهو هينجح. شوف قطاعات الناشئين اللي خربانه والمنتخبات الناشئين اللي فيها مشاكل، شوف الملاعب السيئه، شوف الاجهزه الطبيه المعدومه، شوف اللعيب المصري اللي عنده مشاكل ومش منضبط، شوف الدوري الغير منتظم. عالج كل ده وهات الخبير هيجي يعمل لك اللي انت عايزه. ما عندكش ده ومش قادر تعمله، افتح واكتب الروشته اللي كاتبها لك محمود الجوهري ازاي انك تكسب بطوله افريقيا من غير ما تعمل كل اللي بيقوله لك الخبير. مفيش تطوير كوره هيحصل يبقى ما تجيبش الخبير ده لان ملوش لازمه، او تجيب المدرب اللي هيقدر يتعامل مع الظروف بتاعتك. كلنا نفسنا نلعب كوره زي بيب جوارديولا، بس هل انت تقدر تلعبها؟ محمد منير بيقول لك قبل ما تحلم فوق احلم وانت فايق، قبل ما تطلع فوق انزل الحقائق، انزل الحقائق بتاعتك. محمود الجوهري كان عارف يتعامل مع الحقيقه بتاعتك. عايز تطوير بجد يبقى يبدا من الصفر وانسف حمامك القديم وطور كل حاجه من الصفر، وساعتها يا عم العب كوره حلوه زي بتاع بيب جوارديولا. مش هتقدر تعمل ده يبقى هات حسن شحاته يلعب برضه ويتعامل مع الظروف بتاعتك، وهات الجوهري هيعرف يتعامل مع الظروف بتاعتك، لان من الاخر حسن شحاته والجوهري هم حاجه استثنائيه في تاريخ مصر ما هياش القاعده. لو مش هتقدر تعمل ده وعايز تجيب واحد اجنبي هات هيكتور كوبر او كيروش هيعرف يتعامل مع الظروف دي، هيعمل كل اللي كان بيعمله الجوهري، هيضيع مساحات وهيجيب مدافعين طوال، هيلعب على التحولات الهجوميه، مش هيلعب كره ممتعه لان انت امكانيات لعيبتك ما ينفعش تعمل احسن من كده. عايز تجيب خبير يكتب لك الروشته بتاعت علاج الكره المصريه، ما تروحش بره، افتح كتاب محمود الجوهري في 98 هو كاتب لك كل حاجه. ما تركزش مع الاعلام واقفل ودانك، خد لعيبتك وابعد بيهم، غمي عينك في الاختيارات عن الاهلي والزمالك، اشتغل بدني كويس جدا، ضيق المساحات، هات مدافعين طوال، العب على التحولات الهجوميه، اضغط على اتحاد الكوره ومفيش مانع انك في اوقات تفضحه عشان تاخد اكبر مكاسب. هات جهاز فني يساعدك، صاحب شخصيه مش ناس عماله تهز دماغها والسلام. معسكرات طويله عشان دي اللي بتنفع مع اللعيب المصري. اللعيب المصري بيحب يحس بالالفه، اللعيبه لما تقعد مع بعض كتير اللعيبه بتحس بالمسؤوليه اللي عليها. العب كره متوازنه ما اسمهاش كره دفاعيه، وخلي لعيبتك تلعب للجمهور، ده اللي كان بيعمله محمود الجوهري. بطوله 98 هي حاجه من احلى الحاجات اللي اتعملت في تاريخ مصر. مدرب عبقري، لعيبه مسؤوله، جيل عظيم قاد مصر للرياده المفقوده. ده حتى
حتى معلق المباريات كابتن شوبير كنت تحسه فعلا انه قاعد بيلعب معاهم في الملعب. مصر بدأت كبلد رائد في الكوره في افريقيا، كاول اتحاد واول واحد يشارك في الاولمبياد واول فوز بكاس افريقيا واول هداف في تاريخ كاس الامم، اول دوري في المنطقه. لكن فقدنا الرياده بالتدريج، لان الرياده مش بالكلام، دايما بنقعد نتكلم عن الرياده، لكن الرياده دي انك تكون بتعمل حاجه انت سابق بيها الزمن، انت ما بتعملش كده. الرياده انك تكون بتعمل حاجه والناس تقلدك، انت ما بتعرفش تعمل كده. قبل كاس الامم 98 كنت كسبان 3 افريقيا منهم 2 ايام الابيض واسود، و86 خدتها بسر الدعاء والسجده، والجمهور كان بيخش بالكره جوه الجون. مشاركه واحده في كاس العالم، كل ده كنت بتقعد تقول انت بلد رائده، لكن هو كلام، لكن الفعل مفيش. لكن جه الجوهري عرف ياخد الصوره الحقيقيه، خد الصوره في كاس العالم 90 واخد احلى صوره اللي قال عليها عبد الحليم في كاس الامم 98 اللي مهدت الطريق بعد كده لحسن شحاته اللي مشي على نفس روشته محمود الجوهري، لكن لعب كره امتع صحيح، لكن كان معاه برضه جيل استثنائي مش موجود في مصر. دلوقتي خلاص حسام حسن هيضرب المنتخب، وارد جدا انه ينجح وارد يفشل، مش قادر اقول لك انه هينجح لان كل حاجه غلط، لكن وارد جدا انه يمشي على روشته محمود الجوهري وينجح برضه. محمود الجوهري هو اول واحد اخد الصوره اللي قال عليها عبد الحليم بعد حرب 73، اخد صوره الريزوليوشن بتاعها حلو جدا عكس صوره 86 اللي كانت منغبشه، اللي خدناها باداء غير مقنع وعلى ارضك. 98 خدتها باداء ورجوله وخدتها بكل شيء حلو عبر عن الكره المصريه. بطوله 98 هي واحده من اعظم حاجات اللي حصلت في الكوره، رجعتك للرياده. بطوله بطلها الاول هو محمود الجوهري، وبطلها الثاني هو حسام حسن. محمود الجوهري العبقري الذي كتب روشته الكره المصريه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي. لسه كرة في الملعب وكرة عالية. حسام حسن. قول الحمد لله ان انا قدرت بفضل زمايلي وموجود زمايلي والكابتن جوهري والجهاز كله ان احنا قدرنا نفرحهم. انا حاسس ان اليوم ده هو هينكتب لشعب مصر كله، والحمد لله ان انا قدرت اعمل حاجة في حياتي. ابطال مصر، ابطال الجمهورية، وصلوا مصر لأول مرة بعد 56 سنة. سيداتي سادتي، وصلنا بحمد الله في كرة القدم إلى العالمية. أنا مش قادر أعبر عن الكلمات، لأن احنا ما كسبناش في الملعب، احنا كسبنا النهارده الروح العالية جدا والوطنية الكبيرة قوي، هيبقى ليها شغل تاني وهنشرف مصر. Do you think you have the players who can balance that out? I think we are ready to And Lugani scores! Great penalty, right in the corner. And they have, because they've had so many during the 90 minutes here. Look at them celebrating. It's tremendous to see. احنا آن الأوان دلوقتي ان نعلم جميعا ان العقلية المصرية عندما تتاح لها كل الامكانيات وتعطى لها الفرصة اعطاء كامل، فهي عقلية ممتازة جدا وتفوق العقلية الأجنبية. احنا في مهمة قومية، بطولة دي حياة وموت بالنسبة لنا. احنا نزلنا في مكان اكنه مقابر. نقول حتى كمان استغرب وتخض من المكان، مكان مقفول ما ينظمش شاليهات، بس نظام الشاليهات كلها غريبة شوية، مش حلوة خالص. لازم تحب المكان اللي انت فيه. خلقنا حالة جميلة جدا، حب المكان. يعلن مرة أخرى أنه هداف المنتخب المصري. الفرحة والراحة على وجه محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر القومي. فقلنا يبقى احنا شكلنا كده في تصنيفنا رقم 13 بالنسبة لعدد المجموعة القوية. أنا فوجئت ثاني يوم إن يظهر المعلومة انتقلت لبعض ما كانوا في الأقسام الرياضية بطريقة خطأ أو طريقة متسرعة، إن ده الكابتن بيقول هنطلع 13. فالكابتن جوهري جمعنا وقال لنا إيه رأيكم أرد عليهم؟ كلنا قلنا قال لي لأ، عشان يبقى درس ليكم
احنا هنعيشهم في القصه اللي هم بيقولوها. احنا رايحين ما نجيبش حاجه. دخل حسام حسن عاشق الشباب ومتصدر الهدافين. راح باصص لي ورا بالظبط، انا صوته في وداني، قال لي يا علو انت صدقت؟ راح اجيب البطوله وراجع. عايز اشيل منكم الضغط خالص، عايز اخليكم تنزلوا الملعب والناس كلها فاقده الامل فيكم، فتبقى نازل مش شايل هم انك لازم تكسب. فجه راح داخل علينا، ودي حاجه مميزات كابتن جوهري بصراحه. راح جه فجاه كده وزعيق رهيب فينا واسترجلوا ونشافوا وانتوا فاكرين نفسكم ايه وانتوا نسيتوا نفسكم وبتاع. عماره مطماش حطها له حسام المره دي بشماله، لكن في الزاويه اليسرى اللي بيحبها حسام حسن. حسام حسن لا يا ابني ليك حق تفرح وتغني وترقص وتقول انا رقم 9. قلت له يا نادر انا شفت لك رؤيه وبنلعب ضربات جزاء، ودخل فيك الجون الاول ودخل فيك الجون الثاني والثالث والرابع، الخامس جبته بصبعك اليمين. ونادر السيد ويحطها ونادر السيد، بقول مش عايز اقول يا حسام. حازم وبسم الله حازم امام وجول حازم محمد يحيى الحريه امام يصعد بمنتخب مصر لاول مره من 12 عام الى المربع الذهبي. يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام. الله لما ضرب التسلل واتعملت حلوه قوي لحازم امام. فكرني، شوف المدرب الذكي او اللي مركز في المباراه، فكرني قال لي يا طارق اقف في الحيطه. انا ما كنتش اقف في الحيطه مع ان الكوره وحافظينها ان انا مكاني هنا، بس هو فكرني ان انا اقف في الحيطه وخلاص. واتفقنا مع حسام مع حازم في تحرك معين، حازم هيتحركوا عشان ياخد المدافع معاه وينزل حسام، وانا اتحرك في الوقت ده من الحيطه عشان تروح بالشكل ده. البارحه والتحضير وحسام حسن انما ما كانش فيه المهاجم اللي في قدره حسام حسن، مثل وخطوه ما يتمناه اي مدرب في الدنيا. كان في مدرب عظيم معانا الكابتن محمود الجوهري، فاعتقد ان البطوله 98 كانت تعتبر من اصعب البطولات في السبع بطولات اللي مصر احرزتها. شرفني اكتر اللي كنت اتمناه في يوم من الايام ان انا اكون مدير فني لمنتخب مصر. يعني بوعد الشعب المصري هنبذل اقصى ما في وسعنا وجهدنا اللي نكمل مسيره منتخب مصر الكبيره، مكانته الكبيره في العالم وفي افريقيا بالتحديد والوطن العربي.